بصراحة ده هيبقى التاج لاين بتاع الحلقة. السلكان. لا ده طبعا ايه اسرع حاجة تبني فريق؟ الايكويتي طبعا، دي اكتر حاجه تبني فريق صحي، وعدم وجودها اكتر حاجه تدمر اي فريق. لا، انت بتختار مدير قبل ما بتختار شركه، ده حقيقه مهم جدا. ان انت ولو لقيت ان انت المانجر مش هتقدر ان هو يعمل معاك الليدرشيب ستايلز او ليدرشيب كومبوننتس اللي احنا برضو ممكن نبقى نتكلم عنها بشكل سريع، most probably صعب ان انت تلاقي اللي انت عايزه في حاجه هي مش موجوده. فرقم واحد، مدير نص الشغلانه وساعات الشغلانه كلها. مهم جدا انك تختار مديرك اهم من الاورجنايزيشن. يعني قدامي حل من الاتنين، يبقى واضح 100%، يبقى مرن. لا، ما هي بص، هي ما فيهاش ابيض واسود. انت بتطور انسان، والانسان ده جواه متغيرات كتير جدا. هل ممكن وحد وهو بيختار الكو فاوندر اختاره على اساس الكومبتنسيز المطلوبه ان هو يقوم البيزنس ده معاه؟ يعني عارف، شاف الديسيجن ميكنج بتاعه عامل ازاي، البروبلم سولفنج بتاعه شكله عامل ازاي، البيزنس اكيومين بتاعته ككومبتنسيز اخبارها ايه. ما هي دي الكومبتنسيز اللي تخلي، وليدرشيب اكيد، اللي تخلي الشخص يبقى كو فاوندر يقوم ستارت اب. إدارة الناس وفهم الناس. مشاكل نفسيه جواه حاجات كتير جدا 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 الاي اي ما يدركهاش. محتاج انسان زيه عشان يقدر ان هو يطوره. فانت لو دخلت الاورجنايزيشن مدير عنده نرجسي، انت بتخلق توكسيك انفايرمنت جوه الاداره. هتعمل تيرن اوفر في التالنت والمواهب، لان الشخصيه النرجسيه من المديرين ما يحبش يشوف حد تاني يعرف اللي هو بيسطع كده. اوكي. ف... فينهي، فدايما هتلاقي دايما التالنت بيخرجوا دايما. اهم مهاره لاي قائد انه عنده ايموشنال انتليجنس، عنده القدره على فهم نفسه وفهم الاخرين والسيطره على مشاعره، يعرف يدير مشاعره بشكل كويس. أنا ممتن جدا لضيفي ولوقته ولمجهوده الصراحة على حلقة قمة في الروعة. لسبب بسيط جدا، هديكوا نبذة مختصرة. القيادة بشكل عام من أكتر الحاجات اللي الناس بتتكلم عنها، بس قليل قوي اللي بيفهمها بجد. ضيفنا النهاردة شاف القيادة من كل الزوايا، من فرد شغال لوحده لحد قيادة فريق وبناء أنظمة جوه شركات صغيرة وكبيرة. على مدار 15 سنة اشتغل على تطوير قادة مش بس بيحققوا نتائج، لكن كمان بيبنوا فرق قوي جدا. النهاردة هنفهم مع بعض يعني ايه قيادة بجد، وليه ناس كتير فاهمها غلط. معانا مستر أسامة حجازي، شخص أنا شخصيا اتعلمت منه كتير قبل ما هو يتعرف عليا أنا شخصيا. أعرفه من أيام ما كان منزل كورس على الmentor.com which is steps to effective delegation. كان حلم من أحلامي إنه في يوم من الأيام يعني يشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه أستضيفه في برنامجي. وفي نفس الوقت تطرقنا لنقط كتير جدا أفادتني أنا على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت كانت بترد على أسئلة كتيرة جدا كانت جالي أول ما عرفنا إنه أستاذ أسامة وافق إنه يطلع معانا الحلقة. اتكلمنا عن الاسسمنتس، اتكلمنا عن البيهيفيرز، اتكلمنا عن الموتيفيشنز بتاعت الموظفين، اتكلمنا عن I have to say it السلكان بكل بساطة. وقد إيه ده كونسبت على قد ما هو بسيط، وعلى قد ما هو مدرك شعبيا، على قد ما هو مهم وفعال جدا بالذات من الناحية القيادية. ناقشنا كتير جدا مواضيع ليها علاقة بالكارير كوتشنج، وإزاي تختار شريكك لو أنت عايز تفتح ستارت اب. لدرجة كمان إن إحنا توصلنا إلى نقط مهمة لأي حد عنده تحدي كبير جدًا في المكان اللي هو شغال فيه. هل هو فعلًا المشكلة والّا المكان اللي هو فيه غير ملائم؟ أسئلة كتيرة جدًا اتطرحت في الحلقة دي، وبالعكس بقى في مفهوم أحسن وأوضح إحنا مُقبلين على إيه.
بالذات حتى لمّا جينا تطرّقنا لنقطة الAI وقد إيه هي ممكن بشكل كبير جدًا ما يبقاش ليها أي علاقة بتغيير أي حد شغال في الpeople development، بل بالعكس، الشخص اللي هيبقى مسؤول عن التغيير اللي هيحصل في المنطقة هنا، هو هيبقى الشخص اللي عارف يلائم نفسه بالAI tools من ناحية الagentic AI وإلى آخره. نُقط كتيرة جدًا أنا مش هاعرف ألخّصها في محتوى أو في موضوع الintroduction في المقدمة، ولكن أنا هاسيبكم تتفرّجوا على الحلقة وتستمتعوا، كوباية الشاي، كوباية القهوة، وبجد يا رب تنال إعجابكم، وهاستنى تعليقاتكم، وهاستنى إن شاء الله كل أسئلتكم، وأنا متأكد مليون في المِيّة أستاذ أسامة مش هيمانع إنه يرُد على الأسئلة دي. ف thank you so much for tuning in. حضرتك خطفتني بسؤال جميل جدًا، قُلت لي الناس اللي شغّالة في الpeople management أو الpeople consultancy بجد بيفرق معاها لمّا حد يرجع ويقول لها والله ده فرق أو ده عمل معايا أو ده أثّر معايا. السؤال هو يعني إيه بجد ويعني إيه مش بجد؟ إيه الفرق؟ الفرق إن الإحساس بإن أنت بتقدّم value حقيقية، دي بتفرق معاك إنّك بتحس إن أنت بتسيب تأثير مهم على اللي أنت بتطوّرهم أو اللي أنت بتقدّم لهم الservice أو الproduct بتاع as people development expert، غير ما بيبقى ممكن يبقى آآ يعني بنسميها إيه، حاجة ليها علاقة بالpersonal branding وخلاص. يعني ممكن تبقى عملت activity معيّن وبييجي لك عليه مجاملة، فتحس إن هي حاجة كويسة وبتعمل لها sharing على السوشيال ميديا بشكل أو بآخر، غير لمّا بتحس إن الfeedback جاي من حد أنت أفادته بشكل حقيقي، فرق معاه في الcareer، فرق معاه في وظيفة، فرق معاه في decision هو خده. فأنت بتحس بجد بمعنى إن أنت بتحس بأهمية فعلًا الوظيفة اللي أنت بتقدّمها والvalue اللي أنت بتقدّمها في مجال الpeople development. ده المقصود إن هي ما تبقاش حاجة شكلية، قد ما هي تبقى حاجة نسميها authentic، يعني حاجة حقيقية فعلًا أنت بتحس بيها. I see. أنا ال عجبني أوي الصراحة حتّة إنه حضرتك تطرّقت أوي لموضوع الvalue right؟ وهو في الأول وفي الآخر أعتقد إنه هو ده الexchange أو هو ده الmedium اللي إحنا بنتّبعه علشان العرض والطلب. هو لو عند حضرتك في value معيّنة أنا قبلتها، فبالتالي ممكن أدّيك من خلالها يا إمّا مال، يا إمّا وقت، يا إمّا إلى آخره. أنا دايمًا كان بيستوقفني أوي في مجال الpeople development بشكل عام. أنا شغوف جدًا بالمجال ده باحاول على قد ما أقدر إنه أدّي له وقت وأذاكره. هو زي ما حضرتك قُلت كده مرّة برضه كنا بنتكلم كنا بنexchange voice notes وإحنا بنضبّط الpodcast. كان في كلمة جميلة أوي قُلتها it's a science and I truly believe it is because هو أنت في الأول وفي الآخر بتتعامل مع بني آدمين مش robots. This is why I believe برضه حتّة الAI here cannot really do much. عشان في الأول وفي الآخر هو it's a machine right؟ لكن أنت كبني آدم بتخاطب بني آدم شحم ولحم زيّك زيّه، بيبقى في فرق شاسع جدًا حتّى في عملية التطبيق. حضرتك أكيد ملمّس أنا هاسأل سؤال إيه دلوقتي، ولكن يعني حابب أسمع رأيك. إيه أهمية الAI في المجال بتاع الpeople development النهارده؟ آآ طيب خلّينا نقول إن لو تقصد الAI هنا أداة تُستخدم يعني، إمم. فهي آآ بتشتغل دايمًا الشغل أو دايمًا بنشتغل جوّه الbusiness في حاجتين دايمًا، في الtask وفي الpeople، في المهام العمل اللي محتاج يتعمل، وفي البني آدمين، الجزء الإنساني. الAI هيسهّل جدًا في حتّة الtask، في حتّة كل ما هو ليها علاقة بالknowledge والskills. فهيقدر إن أنت بتستخدم الAI agent، فهو عنده know how يقدر يتعلمها، عنده ability إن هو يperform task. الحتّة الإنسانية هو مش هيقدر ييجي عندها. الحتّة الإنسانية
في إدارة الناس، دي هي الsensitive اللي يعني إنك تيجي تعمل task فيها حتّة human interaction، كل ما هو ينتمي للحتّة بتاعة الhuman، ال الmotivation والself confidence، دول 2 factors موجودين في الhuman، مش موجودين جوّه الAI. آآ وبالتالي إدارتهم محتاجة إنسان عشان يفهمها هو كمان. فالAI الAI agent والmachine learnings والtools دي كلّها هي هتوفّر وقت، هتعلّي كفاءة، لكن مش هتقدر تلغي أو تقدر تقوم تreplace الجزئية الخاصة في الhuman interaction. اهم. وهل حضرتك تتفق معايا في فكرة إنه يعني عجبني أوي الصراحة موجود فكرة إنه it's a task و people people are needed to perform the task بكل بساطة. how do you get people بقى؟ إزاي تعرف تخلّي البني آدمين يعملوا الtask دي بس بشكل معيّن؟ وهنا حضرتك تطرّقت أوي لكذا نقطة، إنه ليك آراء جميلة جدًا الصراحة في موضوع الculture، في موضوع الsystems، في موضوع الperformance and how people interact بشكل عام، أو الناس بتتفاعل إزاي مع الأمور دي كلّها في ظِل الضغوطات والعالم السريع جدًا اللي إحنا بقينا عايشين فيه النهارده. أقدر أقول AI is not here to take the people development jobs والّا لأ؟ طيب، الpeople برضه مين؟ يعني أنت الpeople دي وظايف كتير جدًا. فأنت في وظايف already مبنية على repetitive task، آآ وبالتالي دي 100% لازم الAI هياخدها، لإن هي بمنتهى البساطة هي فيها مبنية على just know how وskills repetitive، روتينية، وبالتالي طبيعي جدًا، وده عشان كده بنشوف آلاف من الموظفين بيحصل لهم lay off في شركات كبيرة زي أمازون وزي مايكروسوفت وغيرها، لإن already الjob design نفسه هي الtasks فيه هي repetitive task routine tasks، وبالتالي يقدر الmachine learning أو الAI agent يعملها. لكن هيتبقى وظايف فيها من التعقيد اللي محتاجة creativity بشكل معين، محتاجة human interaction بشكل معين، محتاجة judgment بشكل معين، هيبقى اللي بيستخدمها هو شخص بيعرف يستخدم الAI كويس عشان الAI هو يعمل الحتة الrepetitive والroutine tasks، وهو يبقى متفرغ للحتة الإبداعية أو الحتة اللي ما ينفعش الAI يشتغل فيها، اللي عايزة آمم human reasoning بشكل أو بآخر. وبالتالي الpeople development هي بالtasks دي، فيها أنت بتطوّر إنسان، وبالتالي الإنسان هو حاجة مُعقّدة، مش task، مش routine task، مش sheet Excel وبتحلل الأرقام. أنت بتطوّر إنسان، والإنسان ده جوّاه متغيّرات كتير جدًا، جوّاه motivation وجوّاه self confidence وجوّاه ambition وجوّاه مشاكل نفسية، وجوّاه حاجات كتير جدًا، جدًا، جدًا الAI ما يدركهاش، محتاج إنسان زيّه عشان يقدر إن هو يطوّره. وبالتالي ففكرة الmentoring والcoaching والtraining أعتقد دي هتبقى آخر حاجة ممكن الAI يبدأ فكرة إن هو يreplace، لأ صعب جدًا، هي هتبقى tool، ودي كلنا استخدمناها كtrainer، سهِّل علينا جدًا الAI في الinstructional design، سهِّل علينا جدًا الAI في لمّا نيجي نعمل tools في الcareer coaching، أو activities، كassessor إن إحنا بنعمل case studies أو role plays أو الdesign بشكل عام. سهِّل علينا جدًا حاجات كنا ممكن نقعد على اللابتوب نعملها بتاخد أيام، تقدر تطلع خلال ساعات أو أقل. لكن الفكر نفسه في التعامل مع الpeople والimpact بتاع
ال اللي بتقدّمه ده، وهل هو عمل impact شكله عامل إزاي وتmeasure ده، ده في الآخر محتاج إحساس، محتاج judgment بشكل معيّن الAI مش هيعمله. فso far الpeople development أعتقد ومن وجهة نظري هو هيبقى آخر field الAI يدخله كreplacement. هو هيفضل فيه كtool بتقلل وقت، بتحسّن كفاءة، بتgenerate أو بتساعد في generating ideas، لكن كreplacement لأ خالص. إنما هو هيبقى موجود دلوقتي حاليًا في آمم ال 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 المهام اللي بتقلل الوقت واللي محتاجة يعني آآ آآ يعني skills بعيدًا عن الskills الcritical الموجودة للpeople development. right. في سؤال الصراحة لو هنخاطب الشباب، الجيل الصاعد حاليًا، داخل شركات ومشمّر وبيقول يالّا بسم الله وعايزين نخش ونبدأ. طبعًا إحنا بنخاطب دلوقتي generation Z right، هم دول اللي خلاص اقتحموا سوق العمل وبقى ليهم بصمة وليهم جنسية مختلفة وليهم بصمة مختلفة تمامًا عن باقي الأجيال. سؤالي لحضرتك هو from a people development point of view، من عدسة الpeople development دلوقتي، إزاي الأجيال اللي أكبر من الGen Z النهارده بتعرف إن هي تضبّط طريقة التعامل وطريقة التحفيز وطريقة التطوير المهني للجيل ده، مع تغيُّراته، مع أساليبه، مع منهجيته في الحياة، مع. أنا في رأيي الشخصي باعتقد إنه الpeople development manager أو people development consultant أو المسؤول عن الpeople development، وصلّحني لو أنا غلطان، شغله الرئيسي إن هو مهما كان الجيل اللي داخل في كيان الشركة، هو لازم يساعده إن هو يتأقلم وفي نفس الوقت يتماشى مع system الشركة، بس من غير ما يمحي البصمة بتاعته أو الهوية بتاعته. فحابب أسمع رأي حضرتك هنا، التحديات اللي بنواجهها النهارده من إيه بالضبط؟ هل من إن الpeople development manager أو الشخص اللي مسؤول عن الناس دي مش مواكب، فبالتالي بيبقى في فجوة في التواصل، والّا إنه الgeneration اللي داخلة سوق العمل النهارده آمم يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا ما جاتش لسه، أو اللي هو في بُعد زمني جبار محتاج training ومحتاج orientation و إلى آخره؟ طيب خلّيني أقول رأيي إن أنا مختلف شوية يمكن عن الرأي يعني المنتشر في الموضوع. أنا اهم. شايف إن فكرة الgeneration gap هي موجودة طول الوقت ما بين الgenerations وبعضها. يعني الجيل بتاعي كان في gap ما بينه والجيل اللي قبله، والجيل بتاعي في gap ما بيني وما بين الجيل اللي بعده. الgeneration gap موجودة وجوّه الorganization بتعمل طول الوقت مشاكل في الmanagement من جيل للتاني. ممكن generation Z بيتقال طول الوقت إن هم مختلف تمامًا، وده طبيعي، ده حقيقي، إن هو شوية الgap أكبر ما بين generation Z واللي قبله عن ما بين الgenerations اللي قبل generation Z واللي قبلهم. الgap كبيرة بس still الgap طول الوقت كانت موجودة. إزاي الleaders جوّه الorganization وإحنا بنdevelop الleaders جوّه الorganization، آآ ن ن ن ن نخلّيهم إزاي يديروا أجيال مختلفة من الsubordinates، هي الframework واحد. لازم يتعمل بشكل مضبوط، وبالتالي مش هتفرق ما بين هو أينو generation بيmanage أينو generation. ونفس المشاكل موجودة لو ما ات ما يعني الframework ده ما اتعملش بشكل مضبوط، هيبقى نفس المشاكل موجودة ما بين الgeneration اللي قبل كده ومع الgeneration Z. آآ فكرة الpeople development أو فكرة الleadership، آمم أي موظف هو في دايمًا 4 حاجات بنقول إن هو بيشتغل بيهم جوّه الorganization. الknow how ده رقم 1، الskills، الknow how يعني عنده المعرفة الخاصة بيه إن هو يأدّي وظيفته، الskills
هو الability إن هو يأدّي الوظيفة، ده الجزء التاني. الجزء التالت الwilling، هل هو عايز يشتغل أو لأ، motivated إن هو يشتغل الوظيفة دي أو لأ. الجزء الرابع الself confidence، هل هو واثق من نفسه وشايف يقدر يأدّي الوظيفة دي والّا لأ. ال4 حاجات دول موجودين في أي generation، إمم. وبالتالي دور ال الleader إن ال4 حاجات دول يشتغل عليهم، لو اشتغل عليهم بشكل مضبوط، أيًا كان الgeneration، أيًا كان الموظف دوّة في أي generation، هيقدر ياخد منّه best performance، ولو واحدة من دول فيهم مشكلة مش هيقدر ياخده. أي نعم الmotivation في الgeneration دي هنا بقى نتكلّم، يختلف عن الmotivation للأجيال اللي قبل كده، لكن برضه within نفس الgeneration، ودي وجهة نظري، مش كل الgeneration زي بعض. مش بس الgeneration اللي بيحدد السمات الشخصية للشخص، لأ في حاجات كتير جدًا، الeducation بيفرق، حتى التربية، وأسلوب التربية حتى في البيت بتفرق في الشخصية. المستوى الاجتماعي والمستوى المادي وال المجتمع، الدايرة القريبة بتفرق في الcharacter وفي الشخصية، وبالتالي إحنا حتى في الindividuals جوّه نفس الgeneration بنلاقي أفراد مختلفين في أفكارهم وفي الmotivation بتاعهم وفي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبالتالي أنا وجهة نظري ما بنتعاملش بgeneration قد ما بنتعامل بindividuals في الpeople development، وإزاي إن إحنا كل employee جوّه الorganization ليه need مختلفة عن اللي جنبه في المكتب اللي جنبه، ونشوف وبنتكلم دايمًا مع الmanagers والleaders، شوف الsubordinate آآ إيه اللي ناقصه، محتاج know how وskills، يبقى إحنا محتاجين معاه mentor يعلّمه. عنده مشكلة في الmotivation، مُحبَط، أو عنده مشكلة في الself confidence، خايف، قلقان، يبقى هو محتاج coach ومحتاج support. وبالتالي بنسميها مكونات القيادة المختلفة، الdirecting والsupporting، بنقدّمه، المدير يقدّمه أو الleader يقدّمه according to needs بتاعة الsubordinate. وده يمشي مع كل الgeneration. وبالتالي لو ده تم بشكل مضبوط، ب الدنيا بتمشي كويس. لو دوّة تم بشكل ناقص، أو برضه الدنيا ما بتمشيش أفضل حاجة. وده بياخدنا بقى لحتة الleadership ومكوناتها إمم. ومشاكلها، وليه دايمًا بُص الleadership بالذات آمم كconcept اتعمل منه كُتب ومراجع وتدريبات كتير جدًا، ورغم كده لمّا ننزل على الأرض في الorganization بنلاقي إن دي 90% من الناس بتسيب وظايفها بسبب المديرين والleadership. فدايمًا هي نظريًا كده كتير جدًا، بس على أرض الواقع هي في عوامل كتير جدًا بتفشل فكرة الleadership في الorganization. لو إحنا حابين نتكلم عنها يبقى نتكلم عنها بالتفصيل يعني. لأ، ده أكيد 100% يعني حضرتك سبقت السؤال اللي أنا داخل أسأله على طول إن شاء الله. بالعكس يعني في كذا نقطة الصراحة جُم في دماغي دلوقتي. آمم، ما مدى كفاءة ما مدى كفاءة القادة من وجهة نظر حضرتك؟ قبل ما نتكلم عن القيادة والleadership وhow effective it is والكلام ده كله، ما مدى كفاءة القيادة من وجهة نظر حضرتك في إنها تطبّق الدرس البسيط في إنك تفهم احتياج كل subordinate موجود عندك في الكيان اللي أنت شغال فيه وتوفّره له؟ ده سؤال الموسم يعني. طيب أنت السؤال آآ آمم اختصر في الcapability، الكفاءة، وهي الكفاءة أو الcapability هي واحدة من 4 حاجات، مكونات اللي بتخلّي هل القائد يقدر يقوم بدوره في الorganization أو لأ. واحدة منهم الcapability، قدرته على الmentoring والcoaching والfeedback والdelegation والdecision making، كل ده يندرج تحت الcapability أو الكفاءة اللي أنت قُلتها. إنما في حاجات تانية، في رقم 1 الcharacter، الpersonality. إحنا عندنا لو الleader عنده مشكلة في الpersonality، في الcharacter أصلًا كشخص، فهو
ما عندوش قدرة على القيادة. وال والpersonality أو الcharacter المشاكل اللي فيها دي ليها أنواع وليها أكتر من حاجة، فبرضه ممكن يبقى ندّي فيها نكسّرها بشكل أو بآخر. ده رقم 1. فالcharacter أو الpersonality نفسها والمشاكل اللي ممكن الdisorders اللي بتبقى موجودة في الpersonality، هو الشخص أصلًا غير قادر على إن هو يبقى إنسان يbehave بشكل طبيعي، عندهم disorders ممكن نبقى نتكلم عنها، فإزاي هيبقى leader أصلًا؟ ده رقم 1. رقم 2 الorganization نفسها، ده عامل مهم. الperformance جوّه الorganization شكله عامل إزاي؟ الحساب أصلًا، الناس بتتحاسب بشكل عامل إزاي؟ إيه الbehaviors اللي الناس بتتحاسب عليها أنت ده كويس فتتحاسب عليه مكافأة، وده وِحِش فما تاخدش. تخيل لو الorganization هي أصلًا بتكافئ الbehavior الغلط، وبالتالي يبقى الleader هيlead إزاي؟ الculture جوّه الorganization الculture، هل الblame culture والoffice politics والحاجات دي كلّها بتفسد الleadership، بيخلّي الleader أصلًا لو عايز يlead بشكل طبيعي مش هيعرف. الmisalignment بين الإدارات وبعضها والisolated island وكل حد بيشتغل لحسابه مش لمصلحة المكان، إزاي المدير أو الmanager أو الleader هيlead. الlack of resources، leader وmanager عايز مطلوب منه objective يعني الobjective دي محتاجة بني آدمين ولابتوب وsystem وبتاع لأ ما فيش، فيعني اطبخ يا جارية كلِّف يا سيدي، ما فيش أصلًا resources فهو هيlead ويmanage إزاي؟ كل الحاجات دي داخلة تحت الorganization. الcapability واتكلمنا عليها. الجزء الرابع أو العجلة الرابعة للعربية بتاعة الleadership دي الwork design نفسه، يعني إن ممكن يبقى الleader آآ شغال في role هو مش واضحة، في overlapping ما بينه وما بين إدارة تانية أو مدير تاني، في conflict، في process مش فيها delay، فيها bottleneck، هو نفسه مش عارف يشتغل، فهيدير الناس إزاي؟ هو واخد target من الشركة وما عندوش authority حقيقية، هيعمل إيه؟ الaccountabilities مش واضحة وفيها تداخل، فهو الcapability هو ممكن يبقى عنده capability بس الorganization فيها مشاكل، والwork design نفسه فيه مشاكل، و وطبعًا لو هو عنده مشكلة في الpersonality أصلًا وdisorders في الأساس، تبقى فيها مشاكل. فهي السؤال بتاعك إن عشان الleader أو الmanager يlead بشكل مضبوط، محتاج الpersonality أو الcharacter، محتاج الorganization نفسها تبقى بشكل معيّن، محتاج الcapability طبعًا بتاعته والtraining والdevelopment بتاعه هو نفسه، ويبقى equipped بالskills والcompetencies تبقى موجودة بشكل مضبوط، والwork design نفسه يبقوا الprocesses بتاعة الbusiness تبقى ماشية بشكل مضبوط. عشان كده قُلت لك هي لمّا نتكلم عن leadership كده يا كلام ممتاز، ننزل بقى على أرض الواقع في الشركات، ال4 عجلات اللي أنا قُلت لك عليهم دول وتحتيهم تكسيرة دول، كل واحدة منهم ده فيها كمية sub factors تانية، كل واحدة من دول تقدر بمنتهى البساطة لو فيها مشكلة تبوّظ عملية القيادة. أنا صراحة يعني عايز أشكر حضرتك جدًا على التفصيلة المبسّطة، عشان بس الناس تبقى فاهمة إن الموضوع is much more complicated مما هو عليه. هو الموضوع فيه تعقيد، ولكن على قد ما هو فيه طبعًا. تعقيد، هو ده سبب إن إحنا برضه نفهم، أو إن إحنا زي ما بيقولوا كده ننزل مع الحصان شوية، واللي هو نفهم هو ليه organization بالشكل الفلاني بتنجح، وليه organization تانية بتسلِّم نِمَر وشكرًا، سلام عليكم، مش هينفع تكمّل. أنا نِفْسي أسأل السؤال، من كل العجلات دي، يعني في عربية ممكن تزُق معاك، حتى لو الكاوتشات مفسيّة، إيه العجلة من ال4 دول اللي لو اتلمست شكرًا في رأيك الشخصي؟ ما فيش كلام. طيب بُص، هو النقطة في الأساس الcharacter بتاع الleader، لإن أنت لو organization ما فيهاش مشكلة والwork design تمام،
وأنت موفّر له الtraining وبتسفّره برّه وبيحضر seminars وworkshops وكل حاجة، وهو عنده مشكلة في الcharacter بقى أصلًا. ودي عشان كده دايمًا إحنا في الassessment for hiring بالذات في الmanagerial living level بنقول دايمًا لازم الbehavior assessment عشان يبيّن الcharacter، لإن الcharacter في الleader دي لو فيها مشكلة خلاص، بل بالعكس leader داخل organization بcharacter بpersonality فيها disorder، هو مش بس هيضر نفسه أو sorry مش بس هيبقى داخل فيه موظف عنده مشكلة، لأ ده هو ممكن يبوّظ الmoral بتاع الteam ويوقّع الbusiness كله. وخاصةً بقى لو هو كل ما هو يبقى level أعلى، كل ما تأثيره السلبي هيبقى أكتر. فخلّيني أقصد إيه بالdisorders يعني، وخاصةً إن بالضبط كده. يحصل تشابه ساعات ما بين الtraits بتاعة الdisorder في الشخصيات الdisorders في الpersonalities تتشابه مع سمات قيادة أصلًا، ودي كارثة بتبقى أكتر. يعني على سبيل المثال الشخصية النرجسية narcissistic personality disorder ده سمات إيه الشخصية النرجسية؟ دي مشكلة في الpersonality. شخص يبقى شايف إن هو أنا صح دايمًا. أنت ممكن دي لمّا تشوفها في مدير تفتكره إن هو واثق في نفسه، لكن هي high ego لدرجة إن هي تبقى أنا صح أي حد تاني غلط. تلاقي عنده credit stealing يعني ما يحبش حد ينسب أي فضل ليه لحد تاني، لازم هو اللي يُنسب ليه الفضل طول الوقت. أنا اللي باعمل كل حاجة، وأي غلطة يبقى أي حد غيري. إمم. أوكي. بيكره أي نقد، أو حد قال له أنت يعني بس يعني أنت عندك حاجة فيها لأ أنا يعني أنا منزّه، أنا صح، أنا تمام، والغلطة أي غلطة تبقى مش عندي. طب دي الشخصية النرجسية دي بتعمل إيه في الteam؟ دي بتقتل الثقة في الteam، ما فيش trust، لأن أنت عندك manager هو واخد الحاجات حلوة كلها ورامي على الteam أي حاجة فيها غلط. ف ده ما بيعملش development لأي حد من الteam، لأن هو المهم أنا. ده بيخلق toxic environment بشكل مش طبيعي، هو عايز طول الوقت أنا كmanager أنا اللي باعمل كل حاجة، أنا اللي في الصورة، أنا اللي ما باغلطش، أنا رأيي دايمًا الصح. دي ساعات بعض الorganization يشوفوها إن هو ثقة بالنفس وleader وبتاع، إنما هي نرجسية، ودي تعمل مشاكل كتير جدًا على الteam. فأنت لو دخّلت الorganization مدير عنده نرجسي، أنت بت 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 بتخلق toxic environment جوّه الإدارة، هتعمل turnover في الtalent والمواهب، لإن الشخصية النرجسية من المديرين ما يحبش يشوف حد تاني عارف اللي هو إيه، بيسطع كده. أوكي. ف فينهي فدايمًا هتلاقي دايمًا الtalent بيخرجوا دايمًا. ده مثال لشخصية نرجسية. الanti social disorder بالعربي بيسموها الشخصية السيكوباتية. ده الشخص اللي هو ما عندوش تعاطف، يعني الغلطة عنده أنت غلطت مشنقة على طول، إمم. فالغلطة بفورة، ده ما فيش أي تعاطف خالص. مراوغ جدًا، يعني ما تعرفش إن أنت تتكلم معاه بشكل logic لأ manipulation وما تعرفش توصل معاه لأي حاجة. آآ يضحي بالآخرين، يعني لو في مشكلة مش إن هو يبدأ يحاول يحلها أو يبدأ يتصدّر أو كذا السلوك القيادي، لأ بالعكس، هو هيضحي دايمًا بكبش فدا، يعني نلبّس المشكلة دي لحد كده تضحية بيه عشان بتاع. طيب المدير اللي زي كده ده عمره ما هيبقى قائد. هو الناس هتخاف، هيحققوا short term objectives تتحقق بشكل كويس، لكن على المدى البعيد بيدمّر برضه الفريق. ده هيlead إزاي لو عنده الdisorder ده في شخصيته؟ في مدير عنده بقى القلق المزمن،
وده بنشوفها كتير جدا. اوفر ثينكينج، تردد في اتخاذ القرار، يخاف ياخد اي ريسك، يخاف ياخد اي ديسيجن. فالمدير ده بالديس اوردر ده هتلاقي فيه بطء شديد جدا في القرار، فاقد يعني الثقه في التيم بتاعه، برضه فاقد الثقه في نفسه، كله خايف ان هو يغلط، كله خايف ان هو ياخد قرار، فالدنيا بتقف. آم، حاجات كتير جايه بقى تانية زي البوردر لاين، تلاقي مدير عنده تقلبات مود سوينجز بشكل فظيع جدا، تقلبات مزاجيه بشكل، جاي النهارده مبسوط فالدنيا تمام والشغل ماشي، جاي بكره مزاجه وحش والدنيا قلبه فالدنيا مكهربه، واستر يا رب والمدير جه ولا ايه، نبعد عنه، ما تخشش المكتب النهارده لحسن الدنيا مغيمه، مش عارف وهكذا. الاو سي دي، الوسواس القهري، المدير اللي انت يعني البرفكشنزم اقصى درجه، اللي انت لو بعت التقرير بس من 500 صفحه في اناليسيس بتاعت خدمه العملاء وانسايتس لل بتاعت الشركه اللي فيها بتاعت الكاستمر سيرفيس، وحاطط كده انسايتس وريكومنديشن عشان تعلي المبيعات ونخش اسواق جديده، لكن في كلمه فيها خطا املائي، فانت هيتساب كل حاجه ويتمسك لك في دي، انت ازاي دي مكتوبه آه، غلط. مح او سي دي، بيرفكشنزم، مايكرو مانجمنت، ما فيش ديليجيشن، تلاقيه بيقف على دماغك، وحتى لو انت بقالك خبره كبيره جدا يقف على دماغك ويقول لك كل خطوه تعملها ازاي، وشك رهيب وما يثقش في حد. ده وسواس القهر، ده هيبقى مدير ازاي وهيليد ازاي وهيديليجيت؟ فهي دي النقطه، ان انت اصلا لو دخلت بني ادم عنده personality disorders اصلا المكان، هو هيبقى مانجر ازاي في الاساس وهو عنده مشاكل في الشخصيه اصلا؟ وبالتالي وكانك انت يعني عايز اقولها ازاي، آه كانك مثلا عارف الكمبيوترز بتاعت السبعينات اللي هي كان اسمها صخر والحاجات دي، مش عارف تعرفها ولا لا، لو كنت ده وجايبه وعايز تنزل عليه تشات جي بي تي، اللي هو نفس فكره اللي جايب هو عربيه 128 وعايز تحط لها موتور فيراري، طب اللي هو ازاي؟ حلو المثال ده، 128 وعايز تحط لها سي في تي، اه بالظبط. توين تيربو. بالظبط كده. فانت لو سالت الاربع حاجات، البيرسوناليتي او الكاركتر والكابابيلتي والاورجنايزيشن والورك ديزاين، بما ان الاثنين اللي فوق خاصين بالبني ادم نفسه المانجر، والاثنين اللي تحت خاصين بالاورجنايزيشن والشغل، مين الكريتيكال؟ هو مش الكريتيكال، هو الاربعه اي حد فيهم ممكن يوقف، بس مين اصلا اللي لو في مشكله من البدايه مش هنقعد نبص على الثلاثه بقى، لان هو هيبوظ هو مش هياخد كابابيلتي، وهيبوظ الاورجنايزيشن وهيبوظ الورك ديزاين اصلا. باين. لكن لو انت دخلت مانجر مظبوط، هو لو في مشكله في الاورجنايزيشن هيقدر ان هو يحاول يظبط، لو في الديزاين هيحاول يظبط في الورك ديزاين، لو في مشكله في لو الكابابيلتي هيستفاد وهيتعلم. ممكن كل الورك ديزاين فيه مشكله تعطل المدير الكفء، البرفورمانس اورجانيزيشن لو كالتشر فيها بليم كالتشر، او اوفيس بوليتكس بشكل او باخر، بس هيعرقلوه هيأخروه، لكن مش هيمنعوه برضو ان هو يمارس بعض من الليدرشيب ستايلز. عشان كده ممكن تلاقي مدير محبوب من التيم بتاعه ومش مرضي عنه من المانجمنت، لان هنا البرفورمانس مش ماشيه مع الليدرشيب ستايل بتاعه، لكن هو بيقدر ان هو يحمي التيم بتاعه ويقدر ان هو يمارس معاه. فلو ترابا باشا ما طولش قوي، وات از ذا مور كريتيكال او ذا موست كريتيكال؟ اكيد البرسوناليتي. وانا من الحقيقه يعني من هذا المكان بتمنى جدا ووجه رساله للاتش ار دايركتور والسي اوز للشركات، ارجوك 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 وانت بتعين او بترقي مانجر، كن حريص جدا على اختيار الكاركتر والبيرسوناليتي رقم واحد قبل التكنيكاليتي وقبل اي حاجه تانية، لان ده اختيار تصعيد او اختيار المانجر الغلط هو شيء مدمر للاورجنايزيشن، سواء للبزنس او للافراد جوه. وان كان
في organization يحبوا الtoxic manager إن هو بيساعدهم في الcontrol على الموظفين وحاجات كده، بس في الآخر ده كده on purpose، يعني هو خلاص هي هم عايزين manager بشكل معين ت لكن الأزمة لمّا يبقى لأ، هو هم عايزين manager يقدر يmanage ويlead، لكن يبقى التصعيد كترقية أو الاختيار ممكن يتبَص للtechnicality أو يتبَص لحاجات كتير، لكن ما يتبصش على الpersonality which is الأهم and that's why ما بيتبصش عليها. that's why تلاقي دايمًا الإحصائيات اللي بنقراها وبنسمعها إن 90% من turnover الشركات إن people leave manager not companies يعني. there you go. أنا ودي أحسن طريقة حضرتك ختمت بيها الصراحة، ده كان السؤال التاني ليّا دلوقتي، إنه طيب أنا دلوقتي في شركة وموظف، وعايز أظهر وعايز أبان وعايز أعمل وأبني وأسوي، وأنا عارف إنه يا ال4 عجلات ضايعين خالص، يا العجلة الرئيسية اللي هي الpersonality مش موجودة أو مش هتساعدني خالص، بل بالعكس هي هتوقّفني وهتبقى عايزة تموّتني أو ترجّعني لورا. هادّي لحضرتك كده case study مبسّطة، إحنا يعني موضوع الbehavioral assessment اللي حضرتك بتشير إليه دلوقتي، أنا معاه قلبًا وقالبًا الصراحة، لسبب بسيط جدًا، إنه أنا ساعات باحس إنه خلّينا نكون متفقين إن في شركات كتير جدًا هي it doesn't even have the budget إن هي تhire HR department أصلًا. يعني هو بيبقى في ساعات كده شركات اللي هي بتبقى متوسطة أو متناهية الصغر أو صغيرة أو الكلام ده كله، ما بيبقاش في the budget أصلًا إن أنا أجيب HR، فما بالك بقى بالbehavioral assessment و إلى آخره. فإحنا لو هنتكلم عن شركة ودول كتير، يعني إحنا لو هنتكلم بقى عن الfortune 500 companies أو الشركات الكبيرة تمام، ولها ما لها وعليها ما عليها، ولكن السؤال هنا شركة متوسطة فيها HR وفيها النظام النظام الهرمي الجميل، مدير وبعد كده نائب مدير إلى آخره لحد ما بتوصل لحد موظف. الموظف النهارده مش عارف يتعامل مع مديره إزاي، ولا عارف يتعامل مع الHR وخايف يمشي، خايف يمشي. بس جدير بالذكر إن الموظف ده برضه مش اللي هو 100%، يعني بالبلدي كده الموظف ده عايز training، عايز coaching، عايز قعدة، عايز اللي هو طب ليه، عايز اللي هو طب what's going on، الكلام اللي إحنا عارفينه اللي المفروض يحصل مع أي موظف، بحيث إن يبقى في blow of steam نستريح ناخد الآراء، طب لو في مشكلة القرار التاني طب نفهم هو ولكن نرجع تاني لحتة اللي هو حضرتك أشرت إليها في نقطة مهمة جدًا اللي هو لأ، أنت غلطت مشنقة، وده كتير أوي منه بنشوفه يوم بيوم. آآ نصيحتك إيه للموظف ده؟ يعمل إيه؟ طيب خلّينا نتكلم بصراحة بشكل عملي زي ما إحنا متفقين يعني. آآ أكلمك في حاجة علمية وحاجة يعني مصطلح أ شعبي كده بنقوله. المصطلح الشعبي بنقوله إن المدير نُص الشغلانة، فأنت آآ لأ، أنت بتختار مدير قبل ما بتختار شركة، ده حقيقة. ده مهم جدًا إن أنت ولو لقيت إن أنت الmanager مش هتقدر إن هو يعمل معاك الleadership آآ styles أو leadership components اللي إحنا برضه ممكن نبقى نتكلم عنها بشكل سريع. most probably آآ صعب إن أنت تلاقي اللي أنت عايزه في حاجة هي مش موجودة. فرقم 1 المدير نُص الشغلانة وساعات الشغلانة كلّها، فمهم جدًا إنك تختار مديرك أهم من الorganization، ده رقم 1. رقم 2 طب أنا لو موجود مع مدير وأنا عايز أقعد جوّه الorganization وفي نفس الوقت المدير ده ممكن يبقى عنده مشاكل في الcharacter أو الcapability الجزئين اللي إحنا قُلناها اللي عند المدير. آمم هنا عندنا الحتّة بتاعة في كتاب مهم جدًا من الكتب اللي أنا قريتها وأنا أرشّح كل اللي بيسمعونا بالذات من generation Z إن هم يقروه. آآ هو اسمه القائد من المنتصف 360 leadership. الكتاب أوكي. ده بيعلّم بشكل ومش نظري لأ، يعني بشكل عملي حلو جدًا، بعض الأفكار إزاي إن أنت تدير وأنت من المنتصف، يعني تدير ال 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 كل الدايرة اللي حواليك وأنت
لا أنت وأنت تحتيك subordinates وأنت فوقيك مديرين وأنت جنبك زملاء وإدارات أخرى، وفي جزء منها إزاي تدير مديرك، أو مش تدير مديرك، خلينا نقولها إزاي تؤثر على مديرك influence مدير. إنه لو عنده مشاكل من اللي إحنا اتكلمنا فيها، إزاي تتعامل معاه بشكل إن أنت تؤثّر عليه فتديره بشكل غير مباشر. دي ليها techniques معيّنة وأنا أرشّح زي ما قُلت لك الكتاب ده إن هو يتقري، إزاي إن أنت you can't control your manager but you can influence بحيث إن أنت تقدر تشتغل معاه وتحقق أقصى استفادة ممكنة، إنك تتعلم الشغل من غير ما يحصل conflict معاه، وتاخد مميزاته وتتجنب عيوبه، وإزاي إن أنت تقدر تmanage الشغل في ظل مع مدير أنت مش متوافق معاه في الworking style أو آآ، فدي ليها يعني تكنيك كده وليها حاجات كتير أوي، فأنا ممكن الكتاب ده يتقري هيبقى بشكل كبير. لكن من وجهة نظري هتبقى برضه حاجة مؤقتة، لإنِّك مش هت هتحقق أفضل حاجة ممكنة. وبالتالي آمم هنرجع تاني إن أنت هتtry to influence، هتtry إن أنت تmanage الدنيا، وعلى فكرة الinfluence وتmanage ديّة ممكن تبقى لمدة سنين، بس أنت هتبقى والسنين دي شغالة قاعد 4 أو 5 سنين مع مدير أنت عنده مشكلة وأنت مش عارف تتعامل معاه، فأنت بتشتغل وبتتعلم، وعلى فكرة بتتعلم، يعني ساعات أصلًا الtough managers اللي بيبقى عندهم مشكلة الtough environment دي ساعات أصلًا بتبني حاجات في الشخصية، بس هي بتبني traumas برضه معاها عشان بس نبقى بالضبط كده. متفقين، و و و آه، ولها عظمة في المعاناة، عشان برضه فكرة الجماعة بتوع اسمهم إيه، التنمية البشرية بتاعة عاني واعمل والمعاناة دي حاجة لأ، هو لها عظمة في المعاناة، هو المعاناة مش حاجة هي ما بتبقاش حاجة طبيعية، هو بالعكس هو إن أنا رايح أشتغل في شركة يبقى أنا عندي مدير بيعلّمني، بيدّيني know how، بيبني الskills بتاعتي، بيعمل لي motivation عشان يخلق عندي الwilling، بيعمل لي يدّيني ثقة بنفسي عشان يخلق عندي الself confidence، هو ده دور المدير. لكن فكرة إن أنا بقى أعاني واحارب وأبقى طول الوقت والمرارة والقلب والبتاع لأ، مش ده الطبيعي، مش هي دي الحياة. لكن الواحد لو وقع في هذا الsituation بيقدر إن هو بحاجات كتير بقى emotional intelligence طبعًا، ب communication وذكاء إن أنت تقدر تتعامل، لإن برضه فكرة عشان generation Z برضه هي حتّة الstamina بتاعتهم في بيسموها إيه، يعني خُلقهم ضيّق شوية، فاللي هو أنا دخلت مكان ما لقيتش فيه 100% اللي أنا عايزه، فماشي. فدي برضه الحتّة بتاعة الgeneration gap، إحنا الgeneration قبلهم شوية لأ، عندنا الصبر شوية. الgeneration Z ما فيش صبر، لو ما لقيتش 100% اللي أنا عايزه فأنا لأ ماشي، دي نقطة في منتهى الخطورة، لإن ما فيش حاجة فيها 100% من اللي إحنا بنتكلمه، ففكرة المدير المثالي 100% دي مش موجودة برضه، ما كل واحد ليه عيوب، بس في عيوب critical fatal قاتلة، وفي عيوب نتعامل فيها عادي. إمم. فلمّا إحنا اتكلمنا حتى لو اتكلمت على الdisorders، يعني disorder بالعربي اللي هو تشوهات في الشخصية، دي critical أنا ما جيتش عندها، إنما في عيوب بقى طبيعية، يعني الواحد ده مدير مش عارف إيه عصبي شوية، مدير مش عارف إيه بياخد على خاطره لمّا حد مش عارف إيه، بيحب الالتزام في المواعيد، بيحب اللي مش عارف إيه، يعني في عيوب شوية اللي هو آمم يمكن تقبُّلها ونعدّيها، لكن في disorders دي critical باحس شوية إن الgeneration Z إن بيدوّروا على الكمال في الorganization وفي الwork experience بمعنى الكمال، يعني أنا عايز كل حاجة تمشي زي ما أنا عايز بالضبط، وخاصةً إن هُم بيبقوا كمان في برضه لاحظتها تسرُّع على إنه يمسك الدركسيون، إن هو rush to lead، ودي برضه محتاجين شوية فرملة، وخاصةً الأجيال اللي قبل كده كانت واخدة وقت كبير لغاية ما توصل لحتة القيادة، فالgeneration اللي جاب هنا دي شوية تعمل conflict، يعني هيلاقي الgeneration Z مديره
خد وقت كبير أوي لغاية ما بقى manager، هو عايز يبقى manager في خلال 4 أيام، ففرق السرعات دوّة ما بينهم بيعمل conflict كبير جدًا. لكن طبعًا مع الGenerative G السمات بتاعته في التكوين إن هو قدّامه كوّن know how وكوّن skills وعنده انفتاح بشكل كبير جدًا على التكنولوجي وال والخبرات بتاعة أشخاص في بلاد مختلفة، في organization مختلفة، كلّها موجودة، عكس الأجيال اللي قبل كده، ده بيخلّيه يحس إن هو I'm ready إن أنا أعمل أي حاجة في أي وقت في أي حتّة، مش محتاج إن أنا أستنى. فشوية ده مع الmanagers الأجيال اللي قبل، اللي هم كانوا خدوا الموضوع بالراحة شوية وخدوا وقت على ما إن أنا أمشي جوّه الcareer path، فده شوية بيعمل إحباط لgeneration Z وبيحسّس المدير إن الsubordinate لأ، ده مستعجل وبيجري زيادة عن اللزوم شوية، محتاج إن هو آآ يحصل يعني توافق على الريتم شوية. فكرة موضوع السرعة دي نقطة غاية في الأهمية الصراحة، يعني لدرجة إنه أنا اتعرض عليّا case واتطلب منّي شخصيًا إنه أعرضها لحضرتك ونسمع رأيك فيها، ليها علاقة بالسرعة وليها علاقة بالإدارة والقيادة في نفس الوقت. كواحد يعني أقدر أقول إنه ما شاء الله حضرتك talent transformation leader يعني you transform talent, you help talent be where they should be بمعنى أصح. الcase بتقول إيه؟ في موظف اشتغل في شركة من سنتين، حلو؟ اللي عملوا الinterview اللي بقى المدير السنة دي، يعني هو اترقى بقى مدير واللي كان مدير ما مشي. فبمعنى أصح كده في 2024 كان في مدير هنسميه أحمد، وكان في محمد، محمد ده اللي عمل interview هنقول مثلًا لعبد الرحمن، تمام؟ فعبد الرحمن ومحمد عملوا الinterview مع بعض، ولكن محمد ما كانش حابب عبد الرحمن، حلو؟ فالinterview مشي كويس، ولكن هو ادّى feedback للإدارة، لأحمد بقى اللي هو المدير وقتها في 2024 إنه لأ، بُص هو ده واحد طموح جدًا وما أعتقدش إن هو كُفء للشغلانة دي أو over qualified أو إلى آخره، فلأ، أنا شايف إنه ما ينفعش يتعيّن. قام جه المدير وقتها قال لأ، ده يتعيّن وأنا عايزه. حلو، اشتغل عبد الرحمن. جيت 2025 أحمد مشي، فمحمد النائب اللي هو ما كانش راضي يعيّن عبد الرحمن، اترقى وبقى هو المدير. عبد الرحمن ما اتغيّرش، عبد الرحمن من أول سنة قعد فيها أثبت حضور وأثبت results وhe met KPIs وكان بيعمل شغل أكتر من اللي مطلوب منه، يعني كموظف كُفء، لدرجة إن الchairman خدت منه الموافقة ويعني كانت بتدعمه قلبًا وقالبًا. فأمّا جات سنة 2025 حصل تاتشات كتير جدًا وبقى زي ما بتقول كده واقف له على الواحدة يعني. فأمّا جُم يعملوا الstaffing plan بتاعة السنة اللي جاية، اللي هي 2027 قال لك إيه، ده الوحيد اللي يترفد، ده مش هينفع يكمّل. ما خلاص بقى هو الkey decision maker. مش م أنا فاكرك هتقول مش هيترقّى، لقيتك لأ، مش بتقول لي هيترقى مش يترفد، هيترفد. يمشي أصلًا، أنا مش عايزه. هو زي ما هو مُنجز في المكان، اللي أنا فهمته يعني، زي ما هو مُنجز في المكان عبد الرحمن ده، زي ما هو برضه في حاجات كده اللي هو إيه، آمم أنت ما ينفعش تعمل كده. يعني ما تتشعّبش أوي كده، بلاش السرعة دي أوي كده، بلاش، 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 لدرجة إن عبد الرحمن بدأ يفهم إنه لأ، هو أنا عامل لك أنت تهديد شخصي، الموضوع بقى personal ما بقاش professional، أنت قلقان على نَفْسك منّي. فالمهم الخبر ده استلمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن دلوقتي في حسبيس، وطبعًا كُلّه ضغينة وgrudges وإزاي، وطب أنا عايز أعمل، طب أعمل له إيه؟ وفيلم طبعًا ولاد رزق نزل في دماغه اللي هو طب هاخد حقي بدراعي والجو اللي حضرتك عارفه ده. رأي حضرتك إيه لعبد الرحمن في القصة دي؟ طيب، هنا الmanager مفروض من أدواره إن هو يdevelop الsubordinate ويطوّره.
ويدّي له زي ما قُلنا الknowledge والskills ويطوّره ويعمل له empowerment ويحضّر manager وleaders تحتيه صح، كل الكلام ده. هو هنا مش هيعرف يعمل ده كلّه معاه، لإن هو في الآخر بقى competitor ليه، مش manager ليه، مش leader ليه. فإزاي إن أنا بانافسك وهاقودك، إزاي إن إمم. أنا هانافسك أديرك. فده بنشوفها بنسبة كبيرة جدًا، 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 موجودة بشكل كبير جدًا، جدًا، مش case study واحدة ولا حالة فردية، بل بالعكس، دي شيء موجود وفي أغلب الأحوال بيبقى موجود جدًا، إن يتحول المدير لمنافس. ليه؟ لإنه يحس إنه مهدد من إن في talent تحتيه ممكن يبقى آآ بديل ليه، أو يبان إن هو أفضل منه. طيب خلّينا نقول في الحالة دي في سؤال، هو الorganization عاملة إزاي؟ عشان في نوعين من الorganization. في نوع من الorganization إن لو لقت subordinate متميز، آآ ال تفكّر إن هي ممكن خلاص تقول للمدير thank you، هاجيب الsubordinate دوّة يحل محله، وهاوفّر فرق الsalary. أيوه. ساعتها المدير هنا بقى معذور، لإنه هيحس إن في حالة وجود أي حد قوي، هو مهدد بفقد مكانه. إذًا الculture دي جوّه الorganization هي اللي هتخلق المنافسة ما بين المدير والsubordinates. عشان كده قُلنا الorganization هي واحدة من ال4. اهم. وبالتالي المدير لو حس إن هو ده الmanagement style بتاع المكان، هيبدأ يسلك هذا السلوك. ومش بس هو، لو هييجي أي مدير تاني وهيحس بأي الطريقة دي، اللهم إلا يعني لو مدير عنده من الحتّة الأخلاقية، اللي هو لأ، أنا مش هاقفل على حد ومش هاحارب حد ودي أرزاق بتاعة ربنا، ويقعّدوني أو يمشّوني شركات كتير وأنا واثق من نَفْسي، لو هو كذا أنا أروح مكان تاني، تمام. لو هو عنده الحتّة الأخلاقية أو الmoral دي، خلاص مش هيعمل كده. إنما لو هو هيخاف على مكانه والorganization بتعمل دي، بتحاول أي حد يوفّر لي جنيه طلّع هو يمسك وشكرًا أنت، لو اهم. دي موجودة هتخلق ده. فده رقم 1. فلو الorganization بتعمل ده، ده هيحصل. لو الorganization لأ ما بتعملش ده، فهو ده هنا بقى disorder في الmanager. هنا زي ما قُلنا هي فكرة الcredit stealing والblaming، اللي هو اللي إحنا قُلناها في الشخصية النرجسية، والحتّة بتاعة إن هو عايز يبقى هو رقم 1 ويفضل هو طول الوقت. فده هيبقى disorder جوّه. فهي على حسب، هي disorder موجودة في شخصية المدير، هو نرجسي، عنده الحتّة ديّة الأنانية، عنده حتّة opportunist، اهم. شخص عايز ينتهز الفُرَص، والّا دي موجودة جوّه الorganization وهي الculture كده، واللي يلحق يمسك في مكانه يمسك، عشان أي حد هيبان هيطيّروني. فعلى حسب، هي المشكلة فين. فلو هي مشكلة disorder فهي للsubordinate خلاص ما لهاش حل تاني. وخاصةً لو ما فيش بقى في الwork design اللي هي الجانب التاني، لو ما فيش في الwork design آمم escalation process مضبوطة، والHR ما بيعملش دوره في مراقبة العلاقة والحوكمة ما بين المدير والموظف، وفاتح بابه بشكل كويس جدًا للمشاكل بتاعة الموظفين، وبيشتغل على الengagement بتاع الموظف اللي جزء كبير منها فاهم إن هو علاقته بمديره، وبينزل بيقعد مع الموظف ويعمل surveys ويسمع منهم، ولمّا الموظف يشتكي أو يبقى عنده مظلومية معيّنة، يروح ويقعد وينزل ويتأكد ويclarify لو الHR الحتّة دي مش موجودة في الorganization وما بتعملش دورها، والمدير عنده disorder والشركة كorganization عندها الحتّة بتاعة اللي يعني التوفير بشكل في النقطة دي،
فساعتها طبعًا هتبقى إحنا بنتحول لtoxic environment. ف مش هي دي هتبقى الenvironment المناسبة إن الحد اللي هو يكبر ويتطور ويعلى طبعًا فيها. اهم. أوه! لأ رَد أحب أشكر حضرتك والله يعني رَد مخضرم له من النقاط العريضة الكثير. حابب أتطرق مع حضرتك الصراحة لجزئية إدارة الناس وفهم الناس. يعني حضرتك كده اديتنا قشور في المقدمة بالذات، ولمّا جينا شرحنا concept العربية وال4 عجلات. إمتى القائد يعني بمعنى أصح كده ليه فهم حضرتك للناس أهم بكتير جدًا من مجرد إنك تديرهم؟ ويعني إيه فهم؟ يعني أنا أفهمه يعني إيه؟ أعرف كوباية القهوة اللي بيحب يشربها، أنا كده فاهمه وبقى صاحبي، والّا يعني إيه أفهم الموظف اللي تحتيّا؟ آآ هارجع لل4 عناصر اللي بيحددوا زي ما قُلنا ال الperformance بتاع الsubordinate جوّه الorganization. knowledge وskills ودي خلاص ما فيهاش مشاكل كتير، لإن في الآخر هي know how والskills بتاعة أداء الوظيفة. حتى هي فيها تعقيدات بس في النهاية هي مفهوم. الجزء الإنساني هو الجزء اللي فيه مشاكل بقى أو أصعب أكتر، هو الwilling الmotivation والself confidence. الmotivation موضوع complicated جدًا، إنك محتاج تفهم هو الsubordinate بتاعك to be motivated إزاي. لإن الmanagers أو الleaders دايمًا نقول لهم في الworkshops ما تعاملش الناس كلّها إن هم to be motivated بنفس الطريقة. افهم الsubordinate بتاعك to be motivated إزاي. في subordinate to be motivated ب التقدير المادي، وفي subordinate motivated جدًا بالتقدير المعنوي in public. إمم. وفي subordinate بيبقى التقدير عنده هي الhigher responsibilities والaccountabilities الأعلى. وفي subordinate تاني بيبقى اللي أنا عايز أقوله إيه، يعني ممكن بندّي دايمًا مثال، نقول مثلًا آآ team عندك آآ عمل project ممتاز، فأنت بعتّ إيميل للteam CC الCEO الexecutive level بتقول لهم thank you وإن أنتم عملتوا تقدير كبي كويس وشغل كويس وفي bonus نُص شهر هينزل، تمام؟ ممكن تلاقي 2 موظفين قاعدين جنب بعض من نفس الteam على نفس المكتب، هيبقى ده رد فعلهم الاتنين. واحد هيقول يا جماعة ده اتبعت لنا إيميل شكر في الmanagement والexecutive level والCEO و والناس دي كلّها في الCC بشكر لينا، مبسوط جدًا. وفي اللي قاعد جنبه بيقول إيه ده! نُص شهر بس على اللي إحنا حصل لنا ده كلّه، على التعب ده كلّه. إمم. هنا في حد مجرّد ما اتحط اسمه في الإيميل في الCC الmanagement أو اتعمل له حاجة شكر على in public to be motivated جدًا. وفي حد تاني هو شايف إن الmotivation لأ بالبونص كان قد إيه. هل الشخص الأولاني ما يفرقش معاه الفلوس؟ لأ يفرق، بس هي هنروح بقى لهنا لهرم ماسلو في الاحتياجات وفي التقدير. هو كل حد عنده level معين فوق الlevel ده، وبالتالي في حد عنده الفلوس رقم 1 وييجي وراها التقدير المعنوي رقم 2، في حد عنده التقدير المعنوي رقم 2 ومش شرط يكون هو مش محتاج فلوس على المستوى الpersonal لأ خالص، بس هو عنده التقدير المعنوي أهم. وفي حد إن أنت تدّي له responsibility أعلى، وإنه يبقى مسؤول عن زمايله وهو اللي يبقى project owner ويدير غيره ويتحمّل مسؤولية أكتر، ده يدّي له motivation أكتر وself actualization. وبالتالي آآ فكرة إن الmanager لازم يفهم هو طبيعة الteam بتاعته motivated إزاي عشان يطلّع منهم أفضل ما يمكن.
مين اللي بس motivated لو أنت ماشي جنبه وخبطت له على كتفه وقُلت له إيه، الله ينور يا وحش على الشغل بتاع النهارده، بس خُد منه بقى أنت performance قد كده. إمم. هو حد be too motivated بالكلمة دي بس الله ينور، شغل عالي يا برنس، بس كده. وفي حد ما يفرقش معاه الكلام ده كله، لأ هو عايز motivation مادي بشكل معين، وفي حد لأ هو عايز إن هو باقول لك إيه، أنت الحتة دي معاك وأنت اللي هتsupervise الحتة دي مع الteam، عشان أنا مشغول. أو حد مسؤول عن for example area وأنت قُلت له بُص هتعمل لي التقرير بتاع الregional الشهر ده، عشان أنت الreport بتاع الarea عملته حلو. اديت له مهام أكثر تعقيدًا، روح احضر مكاني في الboard meeting أو في الexecutive meeting مكاني أنت المرّة دي عشان خاطر تشوف الدنيا وتقعد مع الdirectors وبتاع. ففهم الإنسان رقم 1 فهم الteam إنك تفهم البني آدم ده الwilling عنده بتتخلق إزاي، بيتحفز إزاي، بييجي الصبح كل يوم إيه اللي خلّى عنده الtrigger اللي يخلّيه ييجي عايز ياكل الشغل أكل، تختلف من واحد لواحد، دي نقطة. النقطة التانية الself confidence في حد ممكن يبقى motivated بس مش واثق في نفسه، مش خايف يشتغل، خايف يغلط، ممكن يكون جاي من organization زي ما قُلنا اللي بيغلط بيطلّعوه مسرح أو بيعلّقوا له مشنقة، فخايف رغم إن هو talent ورغم إن هو إزاي إنك تطمّنه وتخلّيه يثق في نفسه، دي نقطة في منتهى الأهمية. اشتغلنا مع subordinates كتير بيبقى آآ في مصطلح أنا مش فاكره بالضبط بس زي اللي هي الألماظة اللي عليها تراب، أنت آه. محتاج إنك تشيل من عليه تراب ثقته في نفسه تقول له لأ أنت تقدر، ده أنت عندك، وعندك، وعندك، وتُفاجأ إن هو بيطلع منه performance وبتاع، هو نفسه ما كانش شايف نفسه بشكل مضبوط، وبالتالي لأ فهم الإنسان ودي النقطة بقى أنا قُلتها لك من البداية خالص فاكر الAI هيخش إزاي في اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ ده صح موضوع كده. تاني خالص، الAI بالضبط. ما لوش دور خالص، ده شغل بني آدمين صِرف، وبالتالي لأ فهم الإنسان بشكل عام حاجة very complicated وبالذات لو أنت بقى كل ما يبقى عندك team عدده أكبر، الdiversification فيه أكتر، شخصيات مختلفة، بpersonalities مختلفة، بbackgrounds مختلفة. بحكايات وقصص ومشاكل مع مديرين قبلك، وجاي متحفّز لإن هو اتلسع في الشوربة فجاي ينفخ في الزبادي وما وtraumas لأ طبعًا، ودي عشان كده بنقول هو المدير أنت الحتّة الtask عندك سهلة، لكن الحتّة الpeople عندك هي الأصعب، فإزاي إن أنت كleader مطلوب منّك إنّك تعمل الأرقام والمهام من خلال الناس، المهام والأرقام والobjectives والKPI واضحة. لكن إزاي تؤدّيها من خلال الناس، ده موال كبير جدًا، عايز زي ما قُلنا تبقى الcharacter أنت نَفْسك بتاعتك مضبوطة وorganization work design وcapabilities موضوع كبير يعني. حلو أوي. طيب أنا النهارده الموظفين اللي عندي عشان أفهمهم بقى، هل ده بناءً على كلام حضرتك هيحصل مع الوقت ومع الاحتكاك العملي اللي كده هنشتغل مع بعض، فهنفهم بعض أكتر واحدة، واحدة، فبالتالي أعرف أنت إيه اللي بيحفّز الwillingness عندك وإيه الmotivations بتاعتك أو الmotives بتاعتك بشكل عام، والّا بيبقى في مثلًا behavioral assessments حضرتك ترشّحها أو بتبقى mix بين الاتنين؟ وهل مثلًا في توقيت معيّن المدير لازم يبقى خلاص كده فِهِم X وY وZ أحمد ومحمد وإبراهيم آآ إيه اللي بيحمّسهم أو إيه اللي ما يحمّسهمش، ولو وقت أزيد عن كده فده مدير مش فعّال أو مش عارف يlead أو مش عارف يعرف يفهم الناس بتوعه؟ طيب خلّينا هنتكلّم في الشقين اللي أنت قُلتها، خلّينا نبتدي بالassessment أو بالtools، طبعًا في personality assessment كتير زي الDisk وغيره، ده بيوضّح الpersonality والcommunication styles. مهم جدًا طبعًا إن أنت المدير نفسه يفهم الcommunication style بتاعه، الcommunication style بتاع الsubordinates عشان نقدر نتواصل بشكل آآ م م سَلِس وفعّال طول الوقت.
في بعض الassessment مهم جدًا إن إحنا نعمل ده، والمدير يعمله ويعمل الassessment ده للteam عنده، ونقعد ونتكلم. بُص أنا الcommunication بتاعتي عاملة إزاي، أنا طالع عندي دي driver، و وأنا و و وز و وأنت طالع عندك I. خُد بالك بقى أنت لمّا هتيجي لي وتخش عندي المكتب وصباح الخير يا boss وإيه الأخبار النهارده ومش عارف إيه، عشان أنت high I وأنا high D، ما عنديش خُلق للكلام ده، هاقول لك فين التقرير بتاع امبارح انجز، أنا داخل meeting وهتلاقيني قفشت عليك. الself awareness ده بيحسّن الcommunication. إمم. وبالتالي طبعًا مهم جدًا إن إحنا نفهم نَفْسنا رقم 1، ونفهم اللي حوالينا. لأ ومش بس كده كمان، لأ ده أنا حتى في توزيعة المهام، لأ أنا لقيت عندي subordinate C عنده الحتّة بتاعة الanalysis قوية، فأنا والتاني ده I زي ما قُلنا، ده بتاع people الI ده بتاع people وكلام و وهزار وضحك people oriented كده، والراجل الC دوّة لأ ده بتاع تحليل وأرقام و و وحاجات كده. طب أنا عايز حد عنده مشكلة مع إدارة تانية فيها conflict، وعايز حد يروح يحضر الmeeting عشان عايزين نهدّي الدنيا، وعندي تقرير رايح للboard فعايزه يطلع بالanalysis والأرقام مضبوطة تمام، هادّي ده لمين وده لمين؟ هاروح أبعت الmeeting اللي فيه conflict مع الإدارة اللي عايز الدنيا تهدى فيها عشان أمتص المشكلة اللي حصلت، هابعت الراجل الinfluencer، الراجل الpeople بتاع الpeople، وهادّي التقرير اللي أنا مش عايز فيه غلطة اللي رايح للmanagement للراجل الC اللي طالع عندي في الdesk C. طب تخيل لو أنا ما أعرفش فعكست، هو الراجل الC ده هيروح الإدارة هناك لمّا يقولوا له أنتم بعتّوا إيه غلط، هيقول لهم لأ ده أنتم اللي غلط. أنتم اللي وهيفتح لهم المحضر وأنتم عملتوا 1، 2، 3 هيرجع لي بمشكلة، والراجل بتاع الI ده هيقعد عشان يعمل التقرير خُلقه ضيّق مش طايق، ما بيحبش يتعامل مع أرقام، ما بيحبش يتعامل مع details. التقرير هييجي عايز يشتغله من أول وجديد. فرقم 1 طبعًا الassessment tools والpersonality tools والcommunication styles كلّها بالذات طبعًا رقم 1 الديسك، وموجود حتى ليه أونلاين free أونلاين، فأنا بادعو إن أي حد يخش دلوقتي ويكتب على جوجل free desk أونلاين assessment ويعمله ويقرا الgraphs ويقرا الpersonality ويخلّي اللي حواليه يعملوه ويبُص ونتكلم، ومديره بس يعني لو هو يعني ممكن يقترح عليه لو هو بيقبل يعني لمّا تيجي نعمله يا ريس بس أو المدير يعمل subordinate ده مهم جدًا طبعًا. وإحنا في الworkshop بتاعة الcommunication skills أول حاجة باحطها دايمًا في الoutline الdesk على طول والpersonality traits الcommunication ده رقم 1 كده. ده بالنسبة للحتّة لأ في tools طبعًا. أمّا بقى الحتّة التانية هي فكرة إن إحنا نحُط مع بعض كmanager وsubordinate system ينتج عنّه في النهاية إن إحنا نفهم بعض، يعني نعمل regular meeting one to one meeting monthly بقى weekly تفرقش، بس متفقين إن في regular meeting هنقعد نتكلم مع بعض ونسمع بعض، عشان لو عندك حاجة تقولها لي، أنا لو عندي حاجة أقولها لك، ونخلّيها وميعاد ثابت، فالregular meeting الone to one غير الteam meetings يعني الone to one ونسمع بعض، ده مهم جدًا. ف الاتفاق على إن في feedback ورايح جاي ما بيننا وبين بعض، إنك لو احتجت حاجة تقول لي، لو زعلان من حاجة ما تسكتش، تعالَ وقُل لي، خلّينا نتفق إن في صراحة أنا لو عندي مشكلة عندك في أدائك هاجي أقول لك، وبالتالي ال الgentleman agreement ما بين الmanager والsubordinate يدّي الثقة، مش إن أنا أبقى خايف أروح أقول للمدير حاجة أتكهرب. وبالتالي ده مهم، لإنه بيعزّز الثقة ما بين المدير والsubordinate، وطبعًا الassessment والtools دي طبعًا مهمة جدًا. بس في النهاية كل ده لو يعني توافرت الرغبة الحقيقية، إن لو الmanager عنده الرغبة الحقيقية هاقولها لك إزاي، لو هو سالك بالمعنى اللي إحنا أيوه، الدارج اللي أيوه، بنقوله، أيوه. لو الmanager
فيقدر بقى إن هو مجرد ما هتوديه workshop والّا بتاع ياخد tools ياخد كذا، هتلاقيه بييجي وبينفذها وبيتعلم وبيعمل. عشان كده باقول لك هي هنرجع تاني الcharacter في البداية، إنما الdevelopment والtechniques والassessment tools كل الحاجات دي موجودة لو الأساس موجود ألا وهو الcharacter أو الpersonality. طبعًا كل الحاجات التانية دي هتفيد بقى سواء كtechniques أو كtools وassessment tool. مستر أسامة والله يعني في كمية أسئلة كل أمّا حضرتك تقول حاجة أنا اللي هو بابقى في صراع أختار أنهي سؤال وعارف إن وقت الحلقة ضيّق. طب سيبك من الشركات خالص، خلّينا نركّز بقى في الشركات الناشئة التي سوف يظهر لها أي شيء في المستقبل. معاك دلوقتي شخص خلاص أنا في فكرة في دماغي وهانفّذها وأطبّقها وبسم الله وتوكّلنا على الله. طيب أنا محتاج co-founder أو محتاج حد يبقى كتفه في كتفي ونقول بسم الله مع بعض ونشتغل. ناقصني شوية qualities أو ناقصني know how أو وهكذا يعني. أنا واحد يعني جزء لا يتجزأ من شغلي باتعامل كتير أوي مع startup founders وناس عندها أفكار واللي بيفشل واللي بينجح، وزي ما حضرتك عارف كده 9 أعشار الشركات بتفشل من الشركات الناشئة، ودي ليها 100,000 سبب، بس مما لا شك فيه ما أقدرش يبقى معايا حلقة مع حضرتك وما أسألكش رأيك إيه في ليه الشركات دي بتفشل من ناحية الpeople choice؟ يعني أنا النهارده لقيت co-founder أو لقيت شخص، الشخص ده في عيني أنا كُفء، ولكن في مقولة جميلة جدًا سمعتها الفترة اللي فاتت، يقول لك دايمًا اختار الأنسب وليس الأفضل، الأنسب وليس الأفضل. فدخلت في صراع كده اللي هو طب إيه الحكاية يا جماعة؟ رأي حضرتك إيه في اختيار شريك في ال 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 في عملية من عمليات الشركات الناشئة، وكيفية اختياره و. طيب هو عادةً لمّا يبقى على الlevel ده والشركات الناشئة بتبقى أصعب من إن أنت leader فيها من الشركات المستقرة يعني. لإن اهم. أنت مش بس بتدير الbusiness ده أنت المفروض بتقوّمه في مراحل critical فيه، والغلطة فيه بفورة عادةً، وده اللي بيحصل إن خطأ في الإدارة أو قرار غلط بشكل أو معيّن يتسبب في إن الbusiness يُقف. هنا هنروح لحتّة الcompetencies. هو هل ممكن وحد وهو بيختار الco-founder اختاره على أساس الcompetencies المطلوبة إن هو يقوّم الbusiness ده معاه؟ يعني عرف شاف الdecision making بتاعه عامل إزاي، الproblem solving بتاعه شكله عامل إزاي، الbusiness acumen بتاعته كcompetencies أخبارها إيه؟ ما هي دي الcompetencies اللي تخلّي وleadership أكيد، اللي تخلّي الشخص يبقى co-founder يقوّم آآ startup. وبالتالي إحنا ما نعرفش الcompetencies دي موجودة شكله عامل إزاي، وبالتالي ممكن بنختار شخص ما عندوش الcompetencies دي، وبالتالي اللي ما عندوش مش موجودة، والbusiness متطلبها، فمش هتحصل، فيحصل problems ومش هنعرف نحلها، هيبقى في decision المفروض إن إحنا ناخدها، هناخدها بشكل غلط، هيبقى في opportunities مش هنعرف نستغلها، هيبقى في risks مش هنعرف نتعامل معاه، وبالتالي هيبقى والbusiness هيُقع. وبالتالي من people perspective في اختيار co-founder لو في CEO أو founder يعني أقصد بيختار co-founder ليه و وجهة نظري نصيحتي لازم تشوف هو الcompetencies بتاعته عاملة إزاي، بما إنه هو هيبقى شريك في القرار الbusiness بشكل أو بآخر. ال4 competencies على سبيل المثال اللي أنا قُلتهم دول very critical لco-founder الstartup business acumen decision making problem solving وهكذا. فمهم إن الاختيار يبقى اختيار عن وعي بالcompetencies اللي آآ تؤدّي لإن هو يقوم بالشغلانة دي بشكل مضبوط.
إزاي طيب؟ أنا النهارده شاب عندي 30 سنة، حلو، ومعايا شوية فلوس، وعندي فكرة أنا عارف إن هي خلاص بقى، زي ما تلات أرباع الناس بتبدأ وتقول يالّا بينا وهكذا. فمتحمس جدًا، وزي ما قُلت لحضرتك كده أنا قابلت شخص معيّن أو أنا عارف شخص معيّن أو زميلي بقى صاحب عمري، ياما بنشوف القصص دي. إيه هي الآلية اللي أتّبعها بشكل عملي إني أتعرّف فيها على الfour skill sets دي؟ هل أقول له اعمل assessment مثلًا والّا نعمل case study سوا والّا عاشره يعني أعمل إيه بالضبط بحيث إن أنا ألتمس ده؟ لأ، لأ هي الassessment طبعًا، يعني أنا هادّيك مثال في one of my clients في الcareer coaching كان عايز يفتح business. هو شاب زي ما أنت قُلت بالضبط، معاه مبلغ وعايز يفتح business في دبي، وكان مش عارف هل هو آآ أنا أقدر أفتح الbusiness والّا لأ دلوقتي. كان عنده self awareness ممتازة، هل أنا أقدر أفتح الbusiness والّا لأ؟ وعنده 2 options، هو مش عارف يفتح business في أي واحدة فيهم. فده كان الrequest بتاعه، أنا عايزني أساعده أنا كcareer coach. هل أنا أختار إيه فيهم؟ وهل أنا عندي الاستعداد إن أنا أقوم الbusiness ده والّا لأ؟ الحاجتين دول كانوا 2 different solutions. في اختيار ما بين ال2 business، ده أنا اشتغلت معاه techniques في ال آمم الinterest بتاعته والvalues بتاعته متماشية مع أينو business فيهم، أينو career فيهم. والجزء التاني الcompetencies، آآ man assessment competencies assessment، behavior assessment. behavior assessment بقى case studies، competency based interview، role plays whatever بقى ليها أنواع كتير. إنما الbehavior assessment هو أكتر حاجة تقيس أنت الcompetency أخبارها إيه عندك، موجودة أو لأ، لأنك بتحطّك في simulation لشكل الbusiness. فأنا باجيبك وأقول لك تعالَ الcase study دي بتحط أنت في situation إن أنت CEO لشركة معيّنة بتواجه أزمة معيّنة، وفي set of data بادّيها لك بتقارير وغيره، 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 والassessment بيحط الشخص جوّه simulation بالضبط عاملة زي الطيار كده قبل ما يطلع يسوق الطيارة، بيتحط في طيارة simulation كإنه بيطير بالضبط عشان يشوف هو سلوكك وقدرتك والcompetencies جوّه الcase study أو جوّه sorry يعني الsimulation دي عامل إزاي، فيطلع إيه اللي موجود وإيه اللي ناقص، وبالتالي تقدر تشتغل على اللي ناقص. وبالتالي طبعًا behavior assessment لأي حد بتlead team، بتlead إدارة، بتlead sector، بتlead business. behavior assessment للcompetencies ديّة لا غنى عنها، ودي سببها عدم وجودها زي ما قُلنا، إن إحنا عدم قياسها بتوقّع leaders بيقوّموا business وبتوقّع teams في organization طبعًا. اهم. يعني بكل بساطة كده تعالَ نعمل behavior assessment، هل behavior assessment دي بتبقى متواجدة online والّا لازم يتطرق عن طريق career coach مختص في المجال؟ لأ مش career coach، الbehavior assessment عن طريق assessor. الcareer coach وظيفة والassessor وظيفة. يعني الassessor الاتنين بتوع الstartups دول يعملوا إيه؟ يروحوا فين؟ لأ، ال 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 الcareer interest إن أنا أمشي في أي career أو أفتح أي kind of business، يعني أفتح شركة marketing والّا for example أشتغل أعمل startup retail. دي career وده career. وبالتالي career coach هنا عن طريق مجموعة من الactivities بيخلّيك يشوفك أنت الinterest والvalues والmotivation skills بتاعتك تمشي مع أينه career أفضل. ومش هو اللي بيحدد الcareer coach، هو بيساعدك إن أنت self awareness لشخصيتك والvalues بتاعتك والinterest بتاعتك، تكتشف أينه أنسب ليك كطريق تمشي فيه. ده حاجة تانية، ده إمم. career coach.
أوكي، وفي مثلًا زي ICF مثلًا International Coaching Federation دي بتدّي certification لcertified career coach. دي حاجة تانية للcareer exploration وcareer decision. الجزء التاني اللي باتكلم فيه الcompetencies الbehavior competencies دي إمم. بيبقى الوظيفة بتاعتها assessor behavioral assessor دي بيبقى ليها organization تانية science تانية خالص. ودي زي في الانترناشونال البريتش سايكولوجي سوسايتي دي فور اكزامبل دي مثلا اكبر جهه بتدي اكريديتيشن للاسيسورز يبقى وظيفتهم ان هو ياسس الكومبتنسيز البيهيفير كومبتنسيز للاشخاص فالاسيسور دي وظيفه والكارير كوتش وظيفه. طيب موجود الاسسمنت الاونلاين موجود طبعا اسسمنت اونلاين بيهيفير اسسمنت و بيرسوناليتي اسسمنت لكن عشان في برضو انواع من الاسسمنت في اسسمنت بتقيس بريفرنسز يعني اللي هو انا ممكن في خلال الاسسمنت اطلع اقول لك من خلال اجاباتك عن الاسئله انت بتحب تحل المشاكل ولا بتعمل افايدنس للمشكله لما تقابلها. فمن خلال اجاباتك عن الاسسمنت اقول انت البريفرنس بتاعك بتحب تحل المشاكل ولا بتحب تبعد عنها. لكن البيهيفير اسسمنت اللي بيبقى سيميوليشن لا انا بحطك جوه مشكله واشوفك هتعمل ايه. أوكي. ودي بيبقى بنقول اسمها توقع المستقبل بتاعها اعلى البريدكشن بتاعتها اعلى لان انا اوريدي زي ما قلت لك زي الطيار انا بحطك في اكتوال سيموليشن غير السيرفيز اللي بتبقى اونلاين انا بستشف منها انت بتحب تحل المشاكل ولا لا عندك تندنسي تواجه مشاكل جوه البيزنس ولا لا. انما في البيهيفير اسسمنت لازم تبقى باسيسور واثنين كمان اوقع عشان تتقاس بتو كومبتنسيز بتو اسيسور وليها كده جايد لاينز معينه عشان اشوفك انت في السيميليشن حطيتك جوه مشكله عملت ايه عشان لما تروح تقعد في المكتب ويجي لك مشكله ابقى انا شايف البريدكشن بتاعي ان انت هتعرف تتعامل معاه ولا لا. ف عشان كده في البيهيفير اسسمنت اللي هو السيميليشنز بيبقى الكورليشن بتوين نتيجه الاسسمنت والفيوتشر بيرفورمانس اقوى من الاونلاين اللي هي عن طريق سيرفيز. رايت. تمام. مستر أسامة، حضرتك مصري، والسؤال ده سؤال نعم. أنا حضرتك مصري، وليه مصري. باقول حضرتك مصري قبل ما أقول انا السؤال؟ مصري وابويا مصري. انا بيصوّرني مصري وابويا. وليه باقول لحضرتك ليه اديتك الcontext ده، أو اديت الناس الcontext ده قبل ما أسأل السؤال. العالم أو المجال أو الindustry بتاعة الpeople consultancy والpeople transformation وpeople leadership باختلاف مسمياتها، للأسف الشديد في الآونة الأخيرة ال بقى في fine line كده بينها وبين التنمية البشرية. وحضرتك سيدي عارفين التنمية البشرية بيتبص لها في العالم العربي بشكل عام بشكل دوني جدًا، وده له أسبابه، وبالعكس يعني أنا باتعاطف جدًا مع الناس اللي بتبقى شايفة الموضوع بالشكل ده. لأسباب كتيرة جدًا أنا حابب أحتفظ بيها لنفسي. أنا حابب أسمع من حضرتك أنت أكتر. إزاي نقدر إن إحنا نغيّر المفهوم ده للجيل الصاعد، إنه لأ يا جماعة المجال ده مش مجال نصبايا أو مجال بيع كلام للناس أو بيع الأوهام أو اعمل لي ما أعرفش assessment أو ما أعرفش إيه، أو حتى الcoaching ساعات بقى يندرج تحتيه. أنا coach برضه زي حضرتك كده بالضبط، وباتأثّر جدًا بالمشكلة دي. فاللي هو إزاي بنحارب حتّة إنه لأ التنمية البشرية حاجة وإن إحنا نعمله حاجة، أو التنمية البشرية كاسم مش وِحِش، بس للأسف الشديد الconnotation اللي بقى ملزوق فيه هو ده اللي باتكلّم عنّه. شوف بقى أنت عايز تجاوب إزاي. أنا مش عارف السؤال فين، بس اللي هو أنت فاهمني. طيب لا طبعا خليني اقول احنا دايما اصلا في بدايه انا من 20 سنه بدات المجال ودخلت مجال الاتش ار والبيبل ديفلوبمنت كان على طول كنت بقول مثلا
موارد بشريه او اتش ار، يقول لك تنميه بشريه. وكان في بعض الاعلام كده من الناس بتوع التنميه البشريه، وكان كتب وحاجات معينه، فكنت بقول لهم يا جماعه الموارد البشريه غير التنميه البشريه. التنميه البشريه هو بيشتغل على تنميه الانسان كانسان جوه المجتمع. الموارد البشريه بنتكلم على كونتكست الموظف جوه الاورجنايزيشن. فاحنا هنا بنتكلم على آه، انسان جوه مجتمع، وهنا بنتكلم على آه، شكل اخر اكثر تنظيمي، وهو الامبلوي جوه الاورجنايزيشن. وحتى في الكوتشنج ليها افرع، ففي كارير كوتشنج، واحنا بنتكلم برضو ستيل على الحته الوظيفيه. لكن في لايف كوتشنج وحاجات بقى، هنا بنتكلم على رايحين لحته الانسان بعيدا عن الاورجنايزيشن او الشكل التنظيمي بتاعها. آم، المشكله زي ما قلنا في حته التنميه البشريه، واللي خلت سمعتها مش كويسه، هي فكره ان هي ملهاش حوكمه، ملهاش رولز. وبالتالي كل حد حب يقول حاجه آه، قالها، واعتمد اكتر على اسمه ايه، التوسع، الشهره، اكتر من الفاليو بتاع الكلام او مدى هو مظبوط. ف يعني انا على سبيل المثال كان طلب مني في مره واحنا بنعمل بعض الندوات الثقافيه للموظفين جوه اورجانيزيشن، ان احنا نجيب اسم حد. فالحد ده قلت لهم لا طبعا، رغم ان هو مشهور جدا، قلت لهم لا انا اسف، مش يعني مش هيجي، مستحيل. ليه؟ لاني كنت شايف ان فكره ابقى انا عايز اقول اي حاجه زي السوشيال ميديا، انا عايز الريتش بتاع ان انا اوصل واقول لاكتر حد، عايز الشهره اكتر من ان انا بقوله ده صح او غلط، دي بتبقى الازمه. فاللي حبوا يوصلوا وياخدوا ريتش ويقولوا اي كلام حتى لو مش مظبوط، عشان بس مجرد ان انا بيرسونال بلاندنج واقول كلامي يثير اراء ويثير تعارض فتشهر فبتاع. مع الوقت الامور بتتكشف، يعني لو انا ما بقولش حاجه فيها فاليو، وممكن تاخد الاول بيسموها كده في المسرح سكسي يعني، وياخد ده، لكن على اللونج تيرم بيبان انه كلام فاضي. بس للاسف كتير جدا ما كانش بيقدموا فاليو حقيقيه ولا كلام مظبوط، وكان الغرض منه هو الشهره والبيرسونال براندنج اكتر، واثاره يعني الكلام عنه. وبالتالي هو ده اللي عمل سمعة سيئة شوية لحتة التنمية البشرية، لأن ما حصلش فيها إفادة في الآخر. يعني أنت عايز تنمي البني آدمين، والبني آدمين بالعكس ما تنموش. وبالتالي حصل يعني السمعة اللي مش كويسة يعني المجال. طب وهل في حل للموضوع ده؟ لا، هي حل في ان انت يعني محتاج تعمل governance، حوكمه للموضوع. فدي يعني على سبيل المثال، مثلا لما عاوز انا حد يعمل assessment او يعمل كارير كوتش، قدامه ان هو ممكن يروح لاي حد، وممكن حد يقول لا انا عايز certified كارير كوتش من ICF او certified assessor، مش اي حد. وبالتالي فاحنا مفيش جهه منظمه او حاكمه لحته التنميه البشريه. فلا، فطالما هي مفتوحه ومتسابه، فهيبقى هي الاكسس بتاعها لاي حد يقول اي حاجه. طبعا مع السوشيال ميديا كمان طبعا مخليه الاكسسبيليتي بتاع اي حد موجوده، فدي بتعمل ازمه اكتر يعني. فطالما هي ملهاش governance او حكومه او ملهاش ريفرنس، فمش هتبقى ممسوكه خلاص طبعا. اوكي جريت. احنا واصلين لنقطة جميلة جدا في البودكاست، بتبقى الجزء الأفضل بالنسبة لي، بيبقى اسمها rapid fire questions. حلو، أسئلة سريعة، والردود بتبقى اللي هو ردود سريعة جدا، right؟ بناء على اللي حضرتك شايفه ملائم يعني. لو قدام حضرتك فرصة إنك تشتغل مع مدير
صعب في التعامل، والّا مدير أنت هتتعلم منه؟ المدير الصعب أنت هتترقى، المدير اللي هتتعلم منه أنت هتفضل مكانك. هاتعلم منه أكيد. اتعلم منه. ليه؟ أقول ليه والّا هو بس آه الرد اتفضل، سريع؟ اتفضل. طبعًا. أصل المدير اللي أنت تتعلم منه أنت ودي دايمًا بنقولها، مش شرط إنك تكبر في نفس المكان، أنت لمّا هتتعلم وهتبني نفسك وممكن تكبر بفرصة تانية في مكان تاني، وساعتها أنت هتروح مُكتمل، آآ اللي هو مالي البدلة، مالي الكرسي زي ما بيقولوا، ودي من الأسباب اللي تخلّي المدير كويس، المدير لمّا يكون واثق من نفسه وهو اتعلم واتبنى وعنده ثقة في قدراته، بيبقى مدير كويس. العكس إمم. بقى الناحية التانية دي اللي خطر، إن مدير كبر من غير ما يتعلم، من غير ما يتبني، ما عندوش الcompetencies، ما عندوش الknow how، ما عندوش الcapabilities، ما عندوش الskills، ساعتها هيبقى خايف على الكرسي، خايف من أي حد شاطر، لإن هو فاضي، فده يخلق toxic manager. right. فلأ، أنت اتعلم حتى لو اتأخرت في الطلوع، بس لمّا هتطلع وأنت واثق من نفسك، لإن أنت اتعلمت واتبنيت. الجملة اللي إحنا كنا بنقولها زمان، إنك لازم تبقى صنايعي كويس عشان تبقى معلم كويس، اهم. بس. القيادة في كلمة. سلكان. كنا زمان شابوه نقولها والله. فَن، القيادة فَن. زمان كنا نقولها القيادة فَن كلمة واحدة، لكن دلوقتي نقول القيادة سلكان، لإن ناس كتير ممكن يبقى عندها الsense، يبقى عندها الcapabilities، عندها كذا، لكن آآ في جملة كده بيقول الغرض مرض، يعني لو أنت عندك غرض سيء كأنه مرض في الجسم الإنسان، وبالتالي الغرض دايمًا موجود في الmanagement، في الإدارة، في الorganization، لمّا في غرض بيبقى عامل زي المرض، لكن لمّا يبقى في سلكان والنفوس صافية، فهتلاقي الناس بتخرّج أفضل ما عندها، والعكس صحيح، لمّا يبقى في عدم سلكان بتلاقي بتطلّع أسوأ ما في الناس. الناس موجود عندها الاتنين، إمم. في كل حد موجود عنده الاتنين، الorganizations هي يا بتطلّع من الناس أفضل ما فيها، يا بتطلّع من الناس أسوأ ما فيها، لكن كل الناس عندها ده وعندها ده. لأ الصراحة ده هيبقى الtagline بتاع الحلقة السلكان، ده بعد إذن حضرتك طبعًا. لا ده طبعًا. السؤال التاني، في كلمة واحدة، إيه أسرع حاجة تبني فريق؟ أسرع حاجة تبني career، تبني فريق. أسرع حاجة تبني فريق، آمم، العدالة، الequity، إمم. لأ عايز. وبالتالي الequity دي في حاجات كتير جدًا، الequity في توزيع الشغل، في الcompensation، في الmotivation، في الفُرَص، في الترقيات، في فرص الظهور، في فرص إثبات النَفْس. الequity طبعًا العدالة دي أكتر حاجة تبني فريق صحّي، وعدم وجودها أكتر حاجة تدمّر أي فريق. أنا عارف رَد السؤال ده هيبقى إيه، ولكن حابب أسمع رأي حضرتك برضه، جايز أبقى غلط ما أعرفش. سرعة والّا استدامة؟ الاستدامة طبعًا. حتى في العالم المعاصر اللي إحنا عايشين فيه؟ أنت لسه كنت مدّي الexample بتاع الstartup business. اهم. كان لسه قاري case study بس بدون يعني مش case study، لسه شايف خبر من يومين، من دون طبعًا الأسماء، startup
كانوا حاطين الstory إن هي قفلت، وكانوا جايبين المدة الزمنية قد إيه وصلت ال الprofit بتاعها وصلت من كام لكام في مدة قد إيه بشكل رهيب وexpansion شكله عامل إزاي وتوسُّع very very يعني سريع بشكل مش طبيعي جدًا، ثم دِب. فالاستدامة طبعًا وده ليها حاجات كتير بقى، يعني الbusiness ممكن يكون شغال وتحس إن هو بيكبر والأرقام، لكن على الlong term هيُقع، لإن في revenue على الورق، بس الcash flow فيه أزمة وأصل أنت الrevenue عامل إزاي، لكن الprofit عامل إزاي والcost أنت مش ضابطه فين لأ ده والعلاقات مع الstakeholders بتاعة الbusiness شكلها عامل إزاي، فأنت كسبت على المستوى القريب، على الlong term أنت كده خربت الدنيا، ولأ طبعًا. السرعة إمم، حلوة وكل حاجة، بس ما يبقاش بقى يعني دُست فخبطت في الحيط في آخر لبست في شجرة في آخر الطريق يعني. right. لو قدّامي مدير باللفظ البلدي مخيّش مع الفريق بتاعه، عادة يبدأ يعملها من بُكرة عشان يضبّط الدنيا، إيه العادة اللي تنصحه بيها؟ ما هو مخيش ليه بقى؟ ده character والّا capability والّا organization والّا إيه بالضبط؟ إحنا لازم نقول والّا work design إيه السبب؟ ما هو في عينه فردة كاوتش من ال4 بتوع العربية. اهم. على فكرة ده في حد ذاته رَد قوي جدًا، اللي هو إنك تبقى aware أنت خيّشت فين. طبعًا لو عندك مشكلة في الpersonality disorder روح اتعالج، لو عندك مشكلة في إمم. الcapability اتطوّر. عندك مشكلة في الwork design كلم الmanagement وادّي حلول، عندك مشكلة في الorganization حاول تحل، حاول تأثّر أو تتحرّك، يعني فهي في أين واحدة. طب تعالَ نخش العكس، إيه عادة لازم كل قائد يبطّلها فورًا، من رأي حضرتك يعني؟ عادة كل قائد يبطّلها فورًا لو هو بيعملها يعني، إمم. هو في حاجات كتير يعني أبرزهم. بس ممكن تبقى في عيب صعب جدًا ممكن اللي هو الfavoritism وده إمم. موجود كتير جدًا ممكن تبقى في الشركات الناشئة والfamily business. الfavoritism بمعنى إن يعني أنا هاعمل لك ده عشان أنت حبيبي، أو هارقّيك عشان أنا باعزّك، أو عشان أنت عملت معايا لقطة حلوة فأنا هاردّها لك هنا، اللي هي أي حاجة غير اللي هي يعني غير إن الشغل والperformance و و والأداء والcapabilities والcompetencies اللي هي مش عارف بالعربي اسمها إيه، بس هي الfavoritism يعني الأفضلية أو الجمايل. إمم. لأ الجميل ورَد الجميل، اللي هي المفروض ده بيبقى على المستوى الشخصي برّه الorganization وبرّه الbusiness، فإنك لمّا إمم. تبقى جوّه الbusiness دي أكتر حاجة ممكن تبوّظ الدنيا يعني. أوكي. هل أقدر لو طُلب من حضرتك تقول أهم مهارة لأي قائد، هتكون إيه؟ أهم مهارة لأي قائد، إنه عنده emotional intelligence يعني عنده القدرة على فهم نَفْسه وفهم الآخرين، والسيطرة على مشاعره، يعرف يدير مشاعره بشكل كويس، لإنه بيتحط تحت ضغوط، أي leader بيتحط تحت ضغوط. ممكن ضغوط من الteam بتاعه، ضغوط من الmanagement اللي فوقيه، وضغوط من الcustomers لو هو frontliners، وضغوط من البيت عنده، اللي هو جاي من البيت عنده ضغوط، والأولاد عنده ضغوط. فإزاي إنك تقدر يبقى عندك emotional intelligence لدرجة إن أنت تبقى فاهم your emotions
وفاهم الemotions بتاعة اللي أنت بتتعامل معاه، أي stakeholder سواء subordinate أو أي حد تاني، وتعرف تدير الemotions دي، ما تسمحش لإحباطك أو غضبك أو سعادتك أو أيًا كان الemotion إن هي تديرك، مشاعرك ما تسوقكش، ما تبقاش emotion driven person، لأ، تبقى أنت قادر إدارة مشاعرك مش مشاعرك اللي بتديرك. لو قائد جالك النهارده وقال لك يا مستر أسامة، أنا قدامي حل من الاتنين، يا واضح 100% يا مرن مع فريقي، اختار أنهي؟ لأ، ما هي بُص، آآ هي ما فيهاش أبيض وأسود، هي فكرة ال100% دي برضه عشان نتكلم بصراحة ما بنقولش إن زي ما قُلت لك ما فيش قائد ما عندوش disorders في الpersonality، لكن ما قُلتش إن هو ما عندوش عيوب كبني آدم، ودي إمم، حاجة برضه هنحب نأكد عليها، لمّا بنقول disorders بنتكلم في حاجات extreme، دي مشاكل نفسية، ده حد عايز علاج نفسي، إنما العيوب بقى الشخصية دي موجودة بشكل طبيعي، فلمّا ما فيش حد واضح 100%، ما هو برضه في بعض الأحيان أنت محتاج عندك معلومة مخبّيها على الteam عشان عارف لو هم عرفوها آآ هيت هيقلقوا، هيخافوا، هيتربّوا زي ما بيقولوا، فأنت مخبّيها عشان خاطر مصلحتهم، عشان أنت عارف إن في مشكلة معيّنة بتقابل الbusiness بتاع الشركة، بس أنت مش بتقولها لهم عشان خاطر ما يخافوا، هم ما عندهمش القدرة إن هم يتعاملوا مع الpressure دوّة بالمعلومات دي for example، فمش فيش حاجة اسمها وضوح 100%. وبرضه ما فيش حاجة اسمها مرونة 100%، المرونة تنتشر كويس، بس ساعات أنت بيفرض عليك الbusiness ويبقى في targets معيّنة وأهداف معيّنة إن أنت لأ we have to stick to it، أنا جاية لي مطلوبة منّي كده، مش logic يا جماعة وكل حاجة، بس خلاص هي مطلوبة كده، محتاج إن إحنا حتى وإحنا مش مقتنعين بيها، بس خلاص هي مطلوبة، بييجي وقت وبتعمل كده، إن أنت بس هي فكرة الصراحة، يعني فكرة والثقة، إن إحنا واثقين في بعض، إحنا صُرحا طول الوقت وواثقين في بعض، فلمّا بييجي في وقت فيه آآ عدم وضوح كده وفي شوية قلق وتوتر، لو الteam واثق فيك خلاص بيعرف إن أنت يعني إيه، في حاجة ما بتتقالش، مش مشكلة، بس هُم عارفين إن أنت سالك إمم، وبتحب لهم الخير، فخلاص تمام، في ثقة، فالtrust دي حاجة مهمة جدًا، أو المرونة لأ، ساعات بيطلب من حاجات إن أنت محتاجة خلاص دي تتعمل. فساعات لأ، ساعات تبقى strict محتاج إن أنت تعمل. فهي فكرة الوضوح 100% أو المرونة 100%، ساعات بتبقى عايز mix من حاجات كتير أوي، شوية وضوح على شوية مرونة، مش 100% من كل حاجة. فهي مش trade off ويا دي يا دي، أوكي. ولا نسبة 100% أو 0، لأ، هي خلطة كده حسب الموقف وحسب الsituation وعشان كده باقول هي لمّا بتنزل على أرض الواقع هي فَن، الleadership فَن، وبالتالي ب عش ب ب بتفرق أوي إن عايزة الleader ده يبقى في حاجات كتير أوي يقدر يعملها تبقى موجودة عنده قصدي عشان يقدر يسوق. اهم. كموظف تأكدت إن البيئة اللي أنا فيها toxic، خلاص أنا تأكدت، أو أنا شايف إن أنا تأكدت وواضح مع نفسي. السؤال اللي دايمًا يعني اتسأل كتير محتاج أرد حضرتك فيه، هو إمتى أتأكد إنه لأ، هو فعلًا البيئة toxic وأنا مش باتحجج، وإمتى أعرف لأ، هو البيئة مش toxic، هو أنا العيب فيّا أنا كموظف؟ آآ سؤال صعب ومُعقّد، لإن هنا محتاج level عالي جدًا من الself awareness عشان ما ابقاش أنا اللي مستعجل أو أنا اللي شايف الأمور بشكل بوجهة إمم، نظر قاصرة يعني، أو إن أنا لأ، عمّال أستحمل حاجات المفروض إن أنا ما استحملهاش. هو سؤال مُعقّد ومحتاج زي ما قُلنا self awareness عالي. آآ الموظف هيبدأ يحكُم بده مع خبرة معيّنة،
يعني أنت لمّا تعدّي أكتر خبرات من أكتر من organization مع أكتر من مدير، وفي نفس الوقت أنت حاولت تتعلّم من كل situation ومن كل مدير، حتى المدير الصعب والمدير السهل، اتعلّمت وحاولت تتعامل مع الكل، وعشان كده اتكلّمنا على فكرة ما يبقاش آمم الstamina اللي هي خلاص شوية وما استحملش واخرج، شوية ما استحملش واخرج، هي دي اللي هتخلّيني ما أعرفش أكوّن خبرات أو maturity تخلّيني وبالتالي لأ، أنا محتاج أصبر واحاول أتعلّم وأتعامل، وعشان كده قُلنا فكرة القائد من المنتصف والكتاب اللي اتكلّمنا عليه في الأول، إن أنا لأ، ما استسلمش بدري، إن أنا أحاول أتعلّم وأتعامل وأدّي وأcommunicate و و و و و و وفي الآخر مع organization والتانية أقدر في الآخر أكوّن صورة وmaturity ولغاية دلوقتي بعد 20 سَنة من الشغل أنت تتعلّم حاجة جديدة في organization جديدة مع شخص جديد وتقول أنا فهمت دلوقتي أول مدير أو تاني مدير اشتغلت معاه شخصيته دلوقتي، أمّا اتعاملت مع حد تاني بنفس الشخصية، وبالتالي فهي تراكم خبرات بتعمل maturity وتراكم الخبرات دي بيبقى فيها حاجات أنت عملتها صح وحاجات عملتها غلط، وأحكام حكمتها متسرعة واكتشفت بعد كده إن أنت لأ، ما كنتش مضبوط، أو أحكام كانت صح وفعلًا طلعت صح. فعشان كده تراكم الخبرات هو اللي هيعمل الmaturity اللي هيخلّيك تقدر تحكم بعد كده على المكان اللي أنت فيه. يعني يعني نقدر نقول كده لو بلغة الشباب أنت كده هتغلط، وأغلاطك دي هتبقى جزء من تراكمات، هتبقى هي التراكمات العفو، إنه اللي هتبني لك قاعدة فكرية معيّنة، إنك تفهم بعد كده هو اللي حصل ده حصل ليه أو ما حصلش ليه. هل تتفق معايا في الرأي إنه يعني befriend your mistakes because you are gonna make them whether you like it or not. أنت كده هتعمل أغلاط، فهوّن على نفسك. لو باكلم على شاب مثلًا لسه في دايمًا بتسأل أنت اتفضل. الحاجات دي بتعملها حلو أوي، ليه؟ من الخبرة، والخبرة دي جاية منين؟ من الحاجات اللي أنا وِحشة عملتها قبل كده، آه. فالحاجات اللي بتعملها صح جاية نتيجة الخبرات بالحاجات اللي أنت عملتها غلط، زي بالضبط اللي اخترع الكهربا قال لك جرّب 99 مرّة ما نوّرتش اللمبة، في المرّة ال100 نوّرت، هو ما نجحش في ال100 المرّة بسبب غير إن هو جرّب 99 مرّة وما عملتش، ما اشتغلتش، فالأخطاء بس أهم حاجة مش باغلط وخلاص، أنا طبعًا باستفيد من الأخطاء، بابني عليها، يبقى تراكم خبرات maturity تخلّيني بعد كده أعمل بشكل مضبوط. أستاذ أسامة، أنا حابب، أنا لو عليّا أنا عايز أقعد مع حضرتك اليوم كله. بس أنا عارف إن وقت حضرتك ضيّق ومش عايز أطوّل على حضرتك أكتر من كده، بل بالعكس أنا حابب في ختام الحلقة أستغل تواجدي مع حضرتك، وحقيقي والله أشكرك، وأكتر من كده أنا بجد متخيّل إنه الناس اللي هتبقى قاعدة بتسمع دلوقتي، لو بعد كل الكلام اللي إحنا قعدنا نتكلم فيه من skills وassessments وقائد وsubordinate وHR وتنمية بشرية وأسئلة كتير أوي محورية وجوهرية الحمد لله، نصيحة للموظف ونصيحة للقائد، وكفى به. طيب خلّينا بس أنا عندي تحفُّظ على كلمة نصيحة، لإن نصيحة كلمة كبيرة جدًا. ما أعتقدش إن أي حد يعني يبقى سهل إن هو يقول أنا وصلت للدرجة إن أنا أنصح دي، كلمة كبيرة أوي، وإنما خلّينا نسميها مسمى تاني، لو قُلنا عايزين تقول كلمة من خبرتك أو من أفكارك عايز تقولها لsubordinate وتقولها لmanager، لكن نصيحة دي كلمة كبيرة جدًا آآ، على إني أقدر أقول إن أنا أدّي نصيحة يعني، تمام؟ تمام، حضرتك جدًا.
أوكي. لو كلمة هاقولها لموظف، اجتهد، وما فيش تعب بيروح. ودي دايمًا أقولها لمّا أقعد مع candidates في career coaching، أو حتى في organization، ويقول لي: "أنا عملت project كذا وفي الآخر ما اتاخدش، عملت أفكار كذا آخر ما طلعتش." ما فيش تعب بيروح، والحاجة اللي الفكرة اللي أنت تعبت دماغك وطلّعتها وبقت نتاج عقلك دلوقتي، وما استخدمتش أو لم تؤخذ في الاعتبار أو ما قدرتش تنفذها، هييجي لك وقت قدّام تاني وتستخدمها، وساعتها هتبقى أنت هيتقال لك الله! دي فكرة حلوة إزاي طالعة بمنتهى السرعة وبتتطبّق وبتاع، لإن أنت فكّرت فيها مرّة و2 وما طلعتش وما اتنفذتش وما حدش سمع. اوعى تستخسر وتقول أنا تعبت والّا طلّعت فكرة والّا عملت حاجة وما مشيتش. ما فيش تعب بيروح، هييجي الوقت ولازم يبقى عندك الإصرار والإيمان إن ما فيش تعب بيروح، وطول الوقت خلّي أفكارك و والinitiatives والحاجات اللي في دماغك موجودة، عشان وقت ما هتيجي الفرصة إنها تطلع تبقى جاهز وتطلّعها. فاجتهد واتعب، مش اتعب نفسيًا أقصد، يعني اجتهد في الشغل واتعب في الشغل، ما فيش تعب بيروح، ده لأي موظف. المدير مش عايز أقول كلمة تبان إن هي شوية فيها طابع ديني يعني أو فيها طابع بتاع، إنما عايز أقول كلمة السلكان اللي إحنا اتكلمناها، إن الsubordinates والإدارة اللي أنت دي المسؤولية اللي أنت مسؤول عنها، هي مسؤولية آآ يجب إنك تكون قدّها، لإن أنت مسؤول على business مؤتمن عليه، ومسؤول عن team مؤتمن عليهم، فمحتاجين إن إحنا نبقى قد الأمانة دي و ونؤدّيها كما يجب أن تكون. بس. ما فيش أكتر والله. أنا باحس إن هي بتلِم كل حاجة أنا عايز أقولها، غير إنه عايز أقول جزاك الله خيرًا. أحسن من أي حاجة تانية الصراحة تتقال. آآ يعني دي اللي أنا هاستعين بيها، مش عارف أقول إيه الصراحة، بس هو جزاك الله عنا خير الجزاء، حقيقي والله. أنا باشكرك على الفرصة الجميلة دي، وبجد يعني الساعتين دول بجد من أجمل التوقيتات اللي أنا جالي إحساس فيهم جميل جدًا وإحنا بنتكلم، وأنت بتدير المناقشة معايا قد إيه أنا مرتاح ومبسوط، وعبّرت عن حاجات كتير جدًا كان نفسي أتكلم فيها وأقولها. آآ يمكن قُلتها بشكل scattered كده في أماكن كتير في أوقات كده، لكن قُلت حاجات تانية وكلّها في نفس التوقيت، وعبّرت عن أفكار ومشاعر كان نفسي أتكلّم عنها. فأنا على المستوى الشخصي مبسوط جدًا، وعلى المستوى الشعوري مبسوط جدًا، وعلى المستوى العقلي والأفكار اللي ناقشناها أنا مبسوط جدًا. فبجد أنا مبسوط جدًا، جدًا، جدًا بالفرصة دي لدرجة إن أنت ما تتخيلهاش يعني.